طيب اهلا وسهلا بيكم في قناة كلاود كود. النهارده معانا باشمهندس ابراهيم حجازي. طبعا انا يعني متشرف جدا ان باشمهندس ابراهيم وافق ان هو يجي المحاضرة دي. وعايز اقول لكم برضو ان ممكن ناس كتير ما تعرفش ان باشمهندس ابراهيم لعيب كورة جامد جدا. الله وكان ليا يكرمك. كان ليا الشرف والله ان انا لعبت جنبك سيرد باك فترة. حبيبي. فهبتدي معاك كده، بس اقول لك طبعا يعني اشكرك ان انت جيت النهارده. ومش عايز اضيع وقت اكتر من كده، لو بس تقول لنا انت بتعمل ايه دلوقتي. الناس كتير متخيلة ان انت ممكن تكون لسه شغال في شركة او حاجة، بس طبعا انت قررت ان انت تعمل يعني يور اون ستارت اب. فلو حابب ان انت بس تقول لنا بتعمل ايه دلوقتي، وبريف كده سريع عن الستارت اب وازاي الناس تقدر توصل او تفولو الشركة بتاعتك، وممكن احطها برضو في الديسكريبشن بتاع الفيديو. زي الفل زي الفل. طبعا هو انا عارف ان الالتيميت جول لاي حد معانا في الكول دلوقتي هو انه يجيب بقرتين ويقعد بيهم في الريف، يحلبهم ويشرب لبنهم وياكل والكلام ده. فدي الخطوه اللي ان شاء الله بعد الستارت اب بتاعتي، عشان بس لو حد عنده اي تصورات الاكسبكتيشنز الريف تكون ماشيه. الهولندي اكيد بقى. مش بالظبط هتلاقي احلى كده. من كده. مفيش احلى من كده فعلا. طيب، اسمي ابراهيم حجازي. بشتغل في مجال السايبر سكيورتي تقريبا من 2009. بدأت في الموضوع بدري شوية، فعشان كده كنت باشتغل فيه من وأنا طالب بالفعل. تنقلت ما بين وظايف مختلفة: وزارة الاتصالات في مصر، وزارة الاتصالات في قطر، فريق الEgypt CERT أو Computer Emergency Response Team، فريق الاستجابة لطوارئ الحاسوب. ده فريق موجود في كل الدول بشكل عام، وظيفته الاستجابة زي ما اسمه بيقول يعني لطوارئ الحاسوب على القطاعات الحكومية. يعني لو حصل اختراق مثلًا على وزارة معينة في مصر، ده الفريق اللي بيتحرك عشان يستجيب للsecurity incident دي، ويأمن الجهة من إنه تحصل عملية اختراق تانية مشابهة. مع الوقت طبعًا بنيت خبرتي، ثم انتقلت لقطر لنفس الفريق بالضبط، ولكن في قطر. بعد كده لقطر جاز والهاكر وان وشركة ديلويت. كنت ماسك فريق الcyber security في شركة ديلويت في هولندا 4 سنين، مسؤول عن الpen testing أو عمليات اختبار الاختراق، والred teaming أو ما يُعرف بعمليات محاكاة الاختراق. ومن ثم انتقلت لشركة فيزا، كنت باlead فريق cyber security، كنت senior manager في شركة فيزا في فرعها في روتردام. لمّا كنا بنلعب كورة سوا. صح كده مظبوط. 4 سنين، 3 سنين ونُص actually يعني. في فريق cyber security كنت مسؤول عن عمليات الدفع الإلكترونية أو تأمين عمليات الدفع الإلكترونية. شُفت بقى وقتها إن ده بقى الوقت المناسب، خلاص بفضل الله عز وجل أخدت الخبرة اللي أنا محتاجها عشان أبدأ الbusiness بتاعي. وكان معروض عليّا مسبقًا من قبلها ب3، 4 سنين إن أنا أبدأ الbusiness، بس ما كنتش شايف إن ده الوقت الكافي. ف it's never too late أبدًا، أبدًا، امتى بالعكس أنت الفكرة جت في دماغك؟ يعني امتى قررت كده انا خلاص، لا انا عايز اسعى في الموضوع ده، مش هبتدي بس هسعى بكل طاقتي. امتى القرار ده جه في دماغك؟ ده سؤال حلو. بُص، أنا كنت شغّال على مشروع كده جانبي، خاص بموضوع تسريبات البيانات. يعني لمّا عميل أو لو شركة يعني عنده موظفين مخترقين، فالdata بتاعتهم بتتسرق، بتتسرب أو بتتنشر على الdark web، فالhackers بيبدأوا يشتروها ويخترقوا بيها شركات تانية، زي ما حصل بالضبط في سيناريو Uber. دي بالضبط الطريقة اللي Uber بيها اخترقت. فأنا كنت شغّال على مشروع جانبي بيحاكي موضوع اختراق شركة Uber، فعجبتني الفكرة. وحسيت إن هي ممكن يطلع منها مشروع أكبر. فبدأت الموضوع ده بشكل جانبي كده، قعدت شغال عليه وبresearch وبابني infrastructure خاصة بيه وبتاع 9 شهور تقريبًا يعني. كل الكلام ده بجانب شغل الفيزا، لحد ما حسيت الموضوع خلاص بقى mature أو بقى كافي، ناضج كافيًا إن هو يبدأ مشروع شركة. فبدأت ساعتها الشركة. مع الوقت بيبدأ تحتاج تعمل حاجات كتيرة ليها علاقة بالشركة، فما بقاش عندك وقت الفيزا، فبتقرر تقدم استقالتك وتتفرغ للمشروع. طيب تمام. Dark طب Entry عبارة عن إيه وإحنا بنعمل إيه ببساطة؟ Dark Entry هي شركة متخصصة في مجال الcyber security. فبنقدّم عمليات اختبار اختراق، تدريبات للشركات، لموظفين الشركات، سواء لفريق الcyber security بتاعهم أو للdevelopers بتوعهم أو للDevOps بتوعهم، على حسب طبعًا الشركة بتكون محتاجة إيه. source code auditing إلى آخره. وعندنا 2 products، واحد خاص بالattack surface management. ده ببساطة معناه إن أنا بافحص كل البنية التحتية أو الinfrastructure بتاعتك الموجودة على الإنترنت. أي حاجة، سواء كانت source code repositories على GitHub، على GitLab، CDN networks، كانت cloud infrastructure، كانت IPات، autonomous system numbers، IP ranges، subdomains إلى آخره. باجمّع الكلام ده كله وبابدأ أفحصه من الثغرات زي SQL injection وcross scripting، ومن الmisconfiguration زي مثلًا يكون حد سايب مثلًا Elasticsearch مفتوحة من غير password، أو سايب مثلًا database مفتوحة بuser root password root، FTP server anonymous، الحاجات الmisconfigurations المعروفة، أو الCVEs. ودي بتكون مسميات كده لثغرات مشهورة بتصيب تطبيقات منتشرة على الإنترنت بشكل كبير، زي مثلًا زي الOutlook، زي الWordPress، أو أيًا كان يعني.
طبعا لو حد بقى نسي باك اب فايل www.tar اللي بتحصل كتير والحاجات دي فكل الكلام ده ببساطه البرودكت ده وظيفته ان هو يفحص الانفراستراكشر بتاعتك بشكل يومي او اسبوعي على حسب ما انت بتحدد، ويطلع لك الثغرات المصابه بيها الانفراستراكشر بتاعتك، حتى لو كان ده في شكل انه خلي بالك في سب دومين جديد طلع على الانترنت ممكن انت ما تبقاش عارف عنه حاجه. حد من تمام. الديفوبس قرر ان انا بتست الاستيك سيرش فراح عامل له سيرفر على الانترنت مطلعه اكسبوز على الانترنت، طبعا فتحه من غير اوثنتيكشن ولا اي حاجه، فخلاص فحاجتك الراجل بتاعت بالنسبه الشركة طلعت على النت. طلعت على صح الانترنت. كده؟ فاحنا بنمونيتور مظبوط، فاحنا بنمونيتور الكلام ده اكروس ذا اور عشان لو في حاجه زي كده لا قدر الله بنبلغك. وتاني برودكت هو الدارك ويب مونيتورنج. انا براقب كل المواقع او البلاتفورمز بتاعت الهاكرز، عشان اقول لك ببساطه لو حد عندك موظف في الشركه جهازه اخترق، سواء ده كان جهازه في البيت او جهازه في الشغل، او لو عميل عندك كذلك جهازه اخترق او اتسرقت باسورداته. وده احنا مقسمينه شويه حاجات زي مثلا اجهزه مخترقه، او كانت حسابات شخصيه مخترقه، او سوشيال ميديا اكونتس مخترقه، او حتى الايميلات الشخصيه للسي ليفل سي اي او غيره مخترقه، او الموبايل ابلكيشنز بتاعتك، او الواي فاي نتوركس بتاعت الشركه بتاعتك، او الكريدت كاردز بتاعت الشركه بتاعتك. كل الكلام ده كفرد وذين ذا سيم بلاتفورم. الاتاك سيرفيس مانجمنت ودارك مونيتورنج كلهم في بلاتفورم واحد. بنقدر ببساطه نغطي الاكسبوجر بتاعك على الانترنت كشركه، او زي ما احنا بنحب نسميه الديجيتال ايدنتيتي بتاعتك. اي اختراق بيحصل على اي حاجه من دول بنبلغك within 8 hours، في 8 ساعات بس بيكون عندك طب المعلومه بالتفاصيل كامله. لو حد عايز يتواصل معاك او يفولو البيج او اي حاجة، نقدر نعمل الكلام ده ازاي؟ يعني اقدر احط الكلام ده الويب ازاي سايت في بتاع الديسكريبشن؟ الشركه، الويب سايت بتاع الشركه www.darkentry.net، عليه السوشيال ميديا اكونت بتاعتنا، وفي كمان ميزه ان انت تقدر تريكوست شهر ببلاش للبلاتفورم تستخدمه من خلال طب شركتك. تمام، انا هحطه في الديسكريبشن، هبقى اخده منك برضو يا باشمهندس ابراهيم. انا هقول لك ابراهيم على طول يعني، معلش يعني يا باشا براحتك، احنا عشان بنحب ما الكوره سوا نضيعش فخلاص وقت. مفيش بس القاب ماشي، بقى. هاخده منك واحطه في الديسكريبشن. وده ياخدنا بس للسؤال التاني. وانت بتقول في كلامك، بتقول ان انت بتمونيتور الحاجات على الانفراستراكشر بتاعتك على الكلاود. هل في فرق لاحظته ما بين الانفراستراكشر اللي على الكلاود وانت بتعمل لها مونيتورنج والانسيدنتس اللي موجوده على الاون بريم؟ في اي فرق في الموضوع ده ولا نفس الكونسبت هو بالنسبه لك؟ بص الفروقات انا بشوفها ان هي كتيره كتيره شويتين ثلاثه. ان انت طالما طلعت على الكلاود فانت بتتكلم في بلاتفورم مختلف تماما عن الحاجات اللي احنا متعارف عليها، ان انا هشتري شويه هاردوير احطهم عندي جوه داتا سنتر، اجيب شويه تكييفات تشتغل عليهم والكلام ده كله. ممكن امم. تشتغل، ممكن شغال في شركه قطر جاز، فانا كنت بمنتين السكيورتي بتاعت الداتا سنتر بتاعت الشركه. امم. ودي طبعا كانت سكيور بشكل، احنا كنا عندنا غرف محصنه، مش هتكلم طبعا بتفاصيل عشان ما حدش يروح يسرق منهم حاجه لكن كان عندنا غرفه محصنه بالفعل، وقعد عليها بتوع امن 24 ساعه، وتخش جوه السيرفرات والتكييفات وتشيل كابلات وتوصل كابلات، دنيا تانيه خالص. فمانجمنت سلاش سكيورتي للحاجه الهاردوير الفيزيكال الموجوده عندك مختلفه تماما تماما عن حاجه موجوده على الكلاود في بكلاود نيتيف ابلكيشنز، ببيئه عمل مش انت المسؤول عن عملها وتامينها في الاصل. في الاصل هنا اقصد مثلا لو احنا بنتكلم على حاجه زي اي دبليو اس، فانت بتتكلم ان اي دبليو اس مسؤوله عن جزء كبير جدا من الانفراستراكشر دي كمانجمنت وكسكيورتي. فهم بيشيلوا من عليك هيدك كبير ليه علاقه بالمانجمنت وبالسكيورتي، فيرسز لو انت بتتكلم في حاجات هاردوير. كسكيورتي تمام. انسيدنت هي بتحصل في الناحيتين، كاختراقات هي بتحصل في الناحيتين، مفيش اي فرق خالص. بس من الناحيه الفيزيكال انت بتقول لي طبعا الفرق شاسع، لان الناحيه الفيزيكال انت مالكش دعوه بيها تماما. ما هي الفكره كلها في حاجه احنا بنسميها الاتاك سيرفيس. الاتاك سيرفيس امم. هنا نقصد بيها ايه؟ انا مثلا لو انت الانفراستراكشر بتاعتك على الكلاود وانا بحاول اخترقها في عمليه مثلا امم. ريد تيمينج او محاكاه لعمليه اختراق، وانا بحاول اخترقها، انا كل حاجه عندي انا ليميتد بالموضوع الديجيتال كومبرومايز، ان انا احاول اخترقك الكتروني، ابعت لك بقى فيشنج ايميلز اطلع ثغره عندك في الانفراستراكشر بتاعك. لكن لو حاجه داتا سنتر بالفعل موجوده على الارض، لا انا عندي اتاك سيرفيس زياده، انا ممكن اروح فيزيكالي احط هاردوير في اي حته جوه الشبكه، ومن الواي فاي ابدا اتنطط لحد ما اخترق شركه سيرفر من السيرفرات، او اروح فيزيكالي جوه الداتا سنتر واحط مثلا فلاشه جوه اي من السيرفرات، او اوصل حتى السيرفر دايركت على اللابتوب بتاعي. فالاتاك سيرفيس تمام. اكبر. تمام. طب انا عايز اسال حاجه في مصطلح كده اسمه كلاود ديجيتال فورنسكس. ما هل عندك اي يعني تقدر تقول لنا كده ايه هو الموضوع ده؟ وهل شركتك بتكفر الموضوع ده برضو؟ طيب ديجيتال فورنزكس انا هحاول طبعا ايه ابسط المصطلحات قدر المستطاع، باعتبار ان ممكن ما يكونش كل اللي معانا في الكول تكنيكال. الديجيتال فورنزكس معناها ايه ببساطه؟ معناها ان انا بجمع شويه حقائق، هي بتسمى كده ارتفاكتس او حقائق من النظام المخترق. بمعنى ان انا لو عندي سيرفر حصل عليه اختراق، انا كمدير سايبر سكيورتي او انا حتى كمدير للشركه، انا عايز اعرف ايه اللي حصل بالظبط على السيرفر، وهل لا زال مخترق ولا لا، او الهاكرز اخترقوه ازاي، وحطوا ملفات ايه على السيستم الى اخره. فدي بالنسبه لي بحتاج فيها لعمليه ديجيتال فورنزكس، او عمليه خلينا نسميها تقصي جنائي زي ما بيسموها. فانا امم. ببساطه
باجمّع شوية حقايق من النظام، حقايق زي إيه؟ زي إيه الregistry keys اللي اتضافت، زي إيه الفايلات اللي نزلت على السيرفر، إيه الفولدرات الجديدة اللي اتكريتد، الإنترنت traffic اللي طلع من السيرفر راح فين واشتغل إزاي، الحاجات دي كلها. وأهم حاجة بالنسبة لي، يمكن أهم عامل في عوامل الdigital forensics، الmemory شغال فيها إيه. إمم، يعني مثلًا إحنا بنتكلم إن أنا ممكن يكون عندي في المتصفح بتاعي اللي أنا مسجل فيه باسورداتي، أنا حاطط عليه password، فخلاص أنا المفروض المتصفح بتاعي الباسوردات اللي مسجلة فيه محمية بpassword. ولكن بالفعل لمّا تيجي تفتح أنت web site، فبيطلب منك الpassword الmaster key اللي بيdecrypt بيه الpassword عشان auto fill أو يملى الform لوحده. ما هو الpassword ده لمّا أنت كتبته سجل فين؟ actually هو سجل في الmemory. فبالتالي لو في malware شغال على الجهاز هيقدر ياخد المعلومة دي من الmemory ويقدر يdecrypt ويسرق كل الباسوردات اللي على الجهاز. فمن جزء كبير أو مهم جدًا من عملية الdigital forensics هي إيه اللي حصل في الmemory بالضبط. عشان كده دايمًا بننصح الناس لو في server عندك اخترق أو حتى لو جهاز مهم اخترق، اوعى تطفيه، افصله من الإنترنت بس اوعى تطفيه، لأنك لو إمم، طفيته كل حاجة في الmemory بتضيع هتضيّع وبالتالي الmemory. بتضيّع جزء كبير من الحقايق. مضبوط، مضبوط. فالdigital forensics ببساطة هو عملية جمع الحقايق أو الartifacts من الأجهزة المخترقة بعد عملية الاختراق عشان تفهم إيه اللي حصل بالضبط على طب لو الجهاز. قُلنا على الcloud الكلام ده، هل ده كده معناه إن أنت برضه محتاج إن أنت تعرف cloud concepts صح كده؟ لازم، يعني صح، صح، يعني لإن أنت هل عندك مثلًا مثلًا حاجة زي تنصح AWS. بناس تذاكر يعني مثلًا في AWS تنصح الناس مثلًا تذاكر إيه مثلًا هل تذاكر solution architect كده تعرف كل الservices اللي موجودة مثلًا وتحط عليها الsecurity مثلًا specialist، يبقى أنت كده راجل عملت cover لأغلب الservices والsecurity برضه services بتاعة AWS؟ طب أنا هاقول لك نقطة وأنت برضه وضّحها لي، هل إحنا لو اتكلمنا على AWS تحديدًا، هل دي تعتبر دعاية والّا نتكلم على الplatforms بشكل عام؟ أنا اللي أنت مش مدفوع عايزه لي فلوس والله يا جماعة، مش متحيّز يعني. لا، لا، نتكلم على أي حاجة، يعني أنا مش فارق معايا خلّينا نتكلم general يعني طيب جميل، ما فإحنا بنتكلم بشكل general. إمم، بشكل general أنت بتتكلم إنه شركات الcloud هي بتوفّر لك security platforms قوية، وأهمها موضوع الlogging، إن هو بيعمل logs. logs ببساطة هي أي data بتطلع من استخدامك للapplications، سواء عملية تسجيل دخول، سواء database server، web server، إلى آخره. كل حاجة بتحصل على السيرفرات دي المفروض إن هي بتكوّن شوية logs، بيانات بتقول لك الراجل ده عمل تسجيل دخول على السيرفر الفلاني في الوقت الفلاني، وكانت عملية تسجيل دخول ناجحة، وبعديها رن شويه بروسيس اي ديز برقم كذا وكذا وكذا. كل الكلام ده بيساعدك بعد كده في عمليه الانفستيجيشن او عمليه التحقق من عمليه الاختراق. طيب نيجي لسؤالك، هل الموضوع بيفرق كديجيتال فورنزكس، بيفرق الكلاود عن الغير كلاود، يعني الكلاود عن إمم، الانفراستراكشر الحقيقيه العاديه؟ لا، ما بيفرقش. نفس بالعكس هو على الفكرة. الكلاود اسهل. بالعكس هو آه، على الكلاود اسهل طب يعني. ليه أسهل؟ لو قُلت لك أسهل ليه؟ عشان الcloud ببساطة بيوفّر لك شوية أدوات security زيادة ببلاش، أنت ما بتشتريهاش، هي زيادة إمم، موجودة إمم، بالفعل، وهي إمم، بتعمل logging. يعني هاقول لك على معلومة مهمة. كان في مثلًا وزارة هنا في مصر كان حصل عليها عملية اختراق، ولمّا كنت شغال في EgyptCert أو في فريق الاستجابة للطوارئ الحاسوب في مصر، لمّا رُحنا نتقصّى في عملية الاختراق دي، أنت دلوقتي رايح بعد ما عملية الاختراق حصلت، فأنا هاعرف منين إيه اللي حصل قبل المعلومة دي؟ من الlogs. طب لو الجهة دي ما عندهاش logs أصلًا، أنا مش هاعرف أي حاجة خالص، وهابدأ إمم، أتعامل فقط على اللي أنا شايفه قدّامي. إمم، ودي كانت مشكلة وقتها إن هو قال لك إحنا بالفعل ما عندناش logs، فأنت فالlogs كده بتاعة ضيّعت 3 الcloud أرباع. تفيدك أوي في حاجة زي كده. بالضبط، أنت بتتكلم إن الcloud هو already بيلوج كل حاجة من غير ما أنت تطلب، طب فهو عشان كده باقول لك اهم. بيوفّر عليك. طب أنت تنصح الناس إن هي تذاكر الcloud services برضه؟ يعني أنا راجل دلوقتي اتعلمت cyber security، أعمل إيه عشان أقدر إن أنا بقى أشتغل cyber security على الcloud؟ أعمل إيه؟ أذاكر الservices بتاعة كل بُص، هو vendor؟ ما فيش وظيفة آه، لوحدها اسمها cyber security على الcloud، ما هو في الآخر الcloud دي هي برضه still هي سيرفرات. ماشي. ففي network security engineer يعني برضه كنت عشان ما عايز ابقاش أسألك إيه. السؤال ده برضه، الفرق ما بين الnetwork security والcyber security، ممكن ناخد السؤال ده الأول وبعد كده نشوف لو أنا network security أو cyber security أروح إزاي على الcloud، يعني خلّيني أسألك الأول إيه الفرق الصريح ما بين الnetwork security والcyber security؟ هو ما فيش فرق، هو الcyber security ده هو اسم المجال، الnetwork إمم، security هي وظيفة جوّه المجال. طيب تمام، يعني كأني باقول إيه الفرق بين الprogramming والPHP developer. هو فاهم، الprogramming ده هو صح كده، المصطلح، الPHP صح. developer هو حد تحت خلاص. المجال. طب إيه الحاجات اللي تحت الcyber security لو قُلنا network security، لو عايز مثلًا تضيف مجالين 3 كمان معروفين تحت الcyber security؟ أنا عارف إنه حلو. سؤال basic بس في ناس برضه ممكن عندنا تبقى لسه عايزة تعرف المجال عامل إزاي فيبقى بالضبط، ب بالضبط. لأ ما فيش، أنا عمري ما اقتنعت إن في سؤال غلط وسؤال صح، هي كل ماشي، يعني الأسئلة صح. عشان بس ما يبقاش حد disappointed من السؤال. تمام، لا، لا خالص، خالص بالعكس. إحنا كده زي ما أنت قُلت في الأول، إحنا هنسيب وقت للناس تسأل، يعني هنجاوب على أسئلتكم كلها إن شاء الله. خلاص، تمام. طيب مجالات الcyber security مجالات متعددة كتير. أنا كنت مسجّل فيديو كده باشرح فيه 14 مجال منهم، بس أنا هاقول أشهرهم. أشهرهم مجال اختبار الاختراق أو الpen testing، ده مجال اسمه كده، ده مجال ببساطة وظيفته إن أنا بافحص للشركات
الثغرات اللي عندها في الانظمه، سواء كانت انظمه تشغيل او في شبكاتها او في تطبيقاتها الويب ابلكيشنز او موبايل ابلكيشنز الى اخره. في مجال النتورك سكيورتي، وده معناه ان انا مسؤول عن تامين النتورك بتاعت الشركه وما يليها. يعني ايه وما يليها؟ يعني ازاي على سبيل المثال اتاكد انه لو حد اخترق جهاز جوه الشركه او سيرفر اسف جوه الشركه في الديفلوبمنت لان، مثلا في اللان بتاعت الديفلوبمنت، مش منها هيقدر يخترق مثلا السيستم ادمنز لان، او مش منها هيقدر يخترق الديفلوبرز لان. ده جزء وظيفته النتورك سكيورتي. الايزوليشن، ازاي اعزل كل في لان عن الثانيه، او اعزل خلينا نسميها سيجمنتس او سبنت. سيجمنت، اه. مثلا خلينا نسميها سبنت. ازاي اعزل كل سبنت عن الثانيه بحيث ابلكيشنز اللي انت عايزه. صح صح. فانا بقسم الاول، يعني اهم حاجه فيها التقسيمه، ان انا بقسم اقول والله انا احط الابلكيشنز لوحدهم، الديفلوبرز في لان لوحدهم، السيستم ادمنز في حته لوحدهم، الاتش ار في حته لوحدهم، لان الاتش ار اسهل ناس مخترقه يعني. وانس ان انا قسمت الكلام ده، ابدا بقى احط ايه، ابني لايرز زياده. هي احنا السكيورتي بنسميها ديفنس ان ديبث. يعني ايه ديفنس ان ديبث؟ يعني طبقات من السكيورتي، مفيش حاجه واحده هتعملها هتعمل لك كل حاجه. فانت بتحط طبقات. التقسيم اللي احنا قلناه من شويه ده طبقات. تاني طبقه ان انا احط فاير وول. بقى الفاير وول دي هي اللي وظيفتها تقول والله ما السيرفر ده ما يقدرش يكلم السيرفر ده غير على بورت واحد اللي هو بورت 80، او لا السيرفر ده ما يقدرش يكلم السيرفرات دي كلها، حاجات بالمنظر ده. وفوق الفاير وول هحط اي بي اس انتروجن بريفنشن سيستم، وده بيقول لي والله لو انا شفت ريكوست اشرحها بالشكل الفلاني على النتورك، او مثلا في سيرفر بيكلم بورت 25 كتير قوي زياده عن اللزوم، بيبعت 1000 ريكوست في الدقيقه، ده كده سيرفر مخترق. هو هيوقفه اوتوماتيك وهيبعت لي الرت ويعرفني ان في سيرفر مخترق جوه النتورك ممكن الى اخره بيراقب بالتفاصيل البيهيفير دي. بتاع النتورك بتاعتك، لو لقى في بيهيفير غريب يوقف. مظبوط مظبوط. جزء منها موضوع البيهيفير مونيتورنج طبعا بالتاكيد، بس هي الفكره كلها معتمده على الاي بي اس اللي انت بتستخدمه ده حاجه ذكيه ولا حاجه سيجنتشر بيزد، اللي هو عنده شويه سيجنتشرز بيماتش عليهم، ما لقاهمش خلاص انت راجل زي الفل، عدي اتفضل حاجه خش كده. هديك. اه بالظبط. ف... فيعني ده ده وظيفه كده. النتورك سكيورتي ببساطه، ان ماشي. هو بيمانج السكيورتي سوليوشنز بتاعت الشركه زي الواف اللي هو الويب ابلكيشن فاير وول، او النتورك فاير وول، او الاي بي اس الى اخره، وبيعمل السيجمنتس او بيقسم النتورك بشكل سكيور عشان ما يحصلش عمليه اختراق او انتشار لعمليه الاختراق. تمام. قلنا كده البين تيستنج والنتورك سكيورتي. والنتورك سكيورتي. ايه تاني لو هنختار مظبوط. مثلا في واحد عندك حاجه كمان؟ اسمها مشهوره جدا انسيدنت ريسبونس. الانسيدنت ريسبوندر او الانسيدنت ريسبونس كمجال يعني، ده اللي بيكون وظيفته ببساطه الاستجابه لعمليات الاختراق. احنا السكيورتي بشكل عام بنقسمه لمجالين اساسيين، حاجه اسمها ريد تيم وحاجه اسمها بلو تيم. الريد تيم دول الناس اللي بيعملوا عمليه الاختراق او بيحاكوا عمليه الاختراق، زي البين تيستنج، زي الريد تيمينج. وفي عندنا البلو تيم دول بقى السوك او سكيورتي اوبريشن سنتر. دول فيهم انسيدنت ريسبونس، دول فيهم الفورنزكس انجينيرز اللي هم الناس اللي بيعملوا الفورنزكس، وما يندرج تحت عمليه الدفاع. ففي فريق بيعمل الهجوم وفي فريق بيعمل الدفاع. فاشهر حاجه في عمليه الدفاع هم الانسيدنت ريسبونس والسوك، واشهر حاجه في عمليه الهجوم هو البين تيستر والريد تيم. تمام تمام، جميل جدا. طب لو رجعنا بقى، خلاص انا راجل دلوقتي نتورك سكيورتي ماشي، اعرف شويه فاير وولز، اعرف شويه مثلا زي ما انت قلت اي بي اس الكلام ده. هل بقى لو انا عايز اروح على الكلاود، هل اذاكر بقى كلاود كونسبتس وهروح خلاص انا كده اوريدي عندي البيزكس بتاعت السكيورتي، الموضوع مش المفروض ما يبقاش صعب؟ هشوف ايه البرودكتس اللي بتقدمها مثلا الفندور الفلاني او الكلاود بروفايدر الفلاني، اذاكره وممكن اشتغل عليه عادي جدا، صح كده؟ واشوف هو السيرفيسز. بس في حد كاتب الصوت مش شغال، ده عندي انا لا بس. لا لا، اه انا كلنا سامعين، واعتقد ان المشكله عند يعني الشخص اللي خالد. بيشتكي، وحاولت خالد ارد. جدا. حاولت ارد. طيب فالمفروض ان كله سامعنا تمام، مش اي مشكله خالص. لا لا، الصوت زي شغال الفل. عادي. طيب زي الفل. معلش انا اسف، هستاذنك تعيد السؤال تاني. كنت بقول لك دلوقتي، انا لو انا راجل شغال سكيورتي ماشي، نتورك سكيورتي، شغال اي حاجه بقى من الدومينز اللي احنا كنا بنتكلم فيها، ايه اللي انا محتاجه عشان اقدر اموف على الكلاود في رايك؟ ايه اللي اه حلو جدا. اذاكر السيرفيسز اللي موجوده على الكلاود لكل بروفايدر، اذاكر السكيورتي برودكتس اللي موجوده يعني، ايه اللي ممكن الواحد يعمله؟ انا هقول لك تجربتي وهل الشخصيه. دي حاجة مطلوبة الفترة دي ولا لا؟ يعني برضو ده سؤال تاني، هل دي حاجة مطلوبة الفترة جدا دي ان انت جدا طبعا. ولا لا؟ انا ما ترقتش في فيزا غير عشان ذاكرت كورسات الاي دبليو اس، يعني حرفيا ما ترقتش في فيزا غير عشان ذاكرت الكورسات دي. امم. طيب انا هقول لك تجربتي. انا ما كنت مثلا في ديلويت 4 سنين كنت بشتغل كلاود بس بشكل بيرسونال، حاجات مع نفسي كده. اقوم لي امم. سيرفر سيرفرين داتابيز، عامل لي انفراستراكشر عشان اخترق بيها شركه، طبعا بشكل ليجل بشكل قانوني، مش بخترق أمم. مش بخترق بشكل وحش فاهم. يعني. الشركات هي اللي بتفوضنا لعمليه الاختراق دي. فاقصد كان في الاخر استخدامات شخصيه. اما انتقلت الفيزا بقى لقيت ان كل حاجه في فيزا، او يعني كل حاجه انا كنت شغال عليها مبنيه على الكلاود. فانت بتتكلم في تكنولوجي مختلفه، بتتكلم في انفراستراكشر مختلف تماما، بتتكلم في عمليه تامين مختلفه تماما، حته زي الايام او الايدنتي اكسس مانجمنت. دي حته كبيره جدا جدا جدا، ووظيفه مهمه قوي في الحته بتاعه الكلاود سكيورتي.
يعني حد عايز يخش كلاود سكيورتي دي من اهم الحاجات اللي ممكن تذاكرها، ايدنتي اند اكسس مانجمنت. فببساطه لقيت ان انا قدامي تشالنج اكبر، ان انا محتاج الاول افهم انا شغال على ايه، انا هسكيور ايه؟ ما مش هتسكيور حاجه غير لو انت فاهمها. تخيل إمم، ان انت حارس إمم، امن وانا بقول لك سكيور الفيلا دي وانت اصلا ما تعرفش مداخلها ومخارجها منين. فدي كانت اول حاجه بالنسبه لي، فذاكرت ساعتها الكورس بتاع الاي دبليو اس كلاود براكتيشنر. الكورس إمم، دوت بيقول لك ببساطه ان انت على الكلاود كاي دبليو اس عندك فوق ال 200 300 سيرفيس مختلفه. انت مش محتاج ده كله، انت حد بتاع سايبر سكيورتي محتاج تذاكر لك 70 80 من واحده منهم بس. فالكورس ده بيغطي لك ال 70 80 سيرفيس اللي انت محتاج تفهمهم. ودي نفس نصيحتي اللي انا بقولها للناس. انا ما احتاجتش حتى اخش للكلاود اركتكت، ذاكرت الكورس ده مع نفسي، بس قصدي ما احتاجتش اخد السيرتيفيكت دي عشان اقول ان انا بقيت فاهم انا بعمل ايه في الكلاود. لا خالص، الكلاود براكتيشنر هتديك انترو ممتازه 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 لحته الاي دبليو اس، لو بنتكلم على الاي دبليو اس تحديدا يعني. واللي فتبقى زيّها في فاهم منها. الvendors التانية. مظبوط مظبوط، احنا مش متحيزين. انا متاكد ان لأ. رزق طبعا واخد فلوس من الاي دبليو اس عشان الاعلان لا، لا بس. والله خالص. انا بهزر. فببساطه السيرتيفيكت دي هتديك انترو كويسه جدا للسيرفيس المختلفه في اي دبليو اس، وانت بتشتغل هتلاقيك بتطبق ده عملي. طب لو انا مش بشتغل وباخد السيرتيفيكت، اعمل لاب وطبق عليه. حتى لو بتعمل اكونتات ببلاش، انت عارف اي دبليو اس بتديك اكونت لمده سنه ببلاش تكاري بيه سيرفرات وحاجات فاعمل كده وطبق براحتك لمده السنه دي ببلاش. والكلا وال 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 والاي دبليو اس تحديدا عاملين باث ممتاز قوي مقسمينها لك. بيقول لك لو انت عايز تتخصص كلاود سكيورتي ده الباث اللي هتذاكره، او السيرتيفيكتس بتاعتنا اللي هتذاكرها. لو عايز تتخصص ديف سيك اوبس دي الباثز اللي هتذاكرها. لو عايز تتخصص ديف اوبس دي الباثز اللي هتذاكرها. فاي دبليو اس مقسمين الموضوع حلو قوي قوي بصراحه يعني. حلو جدًا. أنا ممكن أنا أبقى آخد الموضوع ده في session تانية معاكم يعني، أحاول إن إحنا إيه، نشرح الroad map بتاعة ممتاز. AWS. طيب جميل جدًا. عايزك برضه تقول لنا hint كده عن الconcept بتاع الzero trust security للناس برضه اللي لسه مبتدئة في الcareer ده وبتسمع الconcept ده كتير. لو ممكن تقول لنا. وأنا زيرو عايز تراست. أشكرك على حاجة إن أنت بتتكلم بسرعة، وأنا زيك أنا باتكلم بسرعة وبافهم بسرعة، فأنا حاسس ما هو إن في انا كده بس انا connection ما اعرفش الناس اللي سريعة. معانا في الكول كده. في connection سريعة. بعد كده الناس بقى ممكن نحاول تقلل السرعة بتاعة الفيديو ده، ما أعرفش إزاي. بس أنا يعني مبسوط معلش إن بس إحنا احنا بنراب كتير يا بننجز. جدعان، فعشان كده اه، صوتنا. احنا بننجز. الناس بتشتكي مني ان الناس بتقول لي انت ضارب الفيديو في 1.5 لما بسجل حاجه. بقول لهم لا، ده صوتي يعني، دي سرعتي يعني، مش عامل حاجه. انا عايز اقول لك، انا عندي واحد صاحبي والله انا يعني ما بفهموش لما اتكلم من سرعته. ولما دورت في الموضوع لقيت ان كل علماء النفس بيقول لك اللي بيتكلم بسرعه ده ذكي جدا، لان هو جوه دماغه افكار كتير قوي، فهو عايز يلحق يمسك الحاجات المهمه اللي فيها، فعشان كده بيقول اه، بسرعه يلحق يبروسس الكلام ده. انا عايز اقول فهي لك انا ميزه مش بسمع عيب. نفسي بلاقي ان انا أهو بشك ان انا ضاربها في 1.5. ببص الاقي الفيديو في واحد. ازاي يا جماعه انا فعلا بتكلم بسرعه. فمعلش اعذروني، بس انا برضه انا مبسوط ان انت بتتكلم بسرعه. واتمنى ان الناس بقى تحاول تقلل سرعه الفيديو بعد كده لو حد متضايق من السرعه. فممكن طيب تقول انا لنا انا تاني. هحاول، هي نقطه حلوه زيرو طبعا في كل تراست الحاجات. سكيورتي. انا هحاول اقلل يعني ماشي. وتيره الكلام ان شاء الله، ونحاول نتكلم بشكل ابطا شويه. ماشي. ولو الناس عندها مشكله او حبانا نرجع نتكلم بسرعه، فيعني عز الطلب طبعا. طيب الزيرو تراست، بص الموضوع ببساطه في النتورك العاديه زمان، او في الديزاينز القديمه اللي قبل الزيرو تراست، هو كونسبت واحد معروف. اي حد بره على الانترنت ده بالنسبه لي هاكر او حد ضار. ايه ده كونفيرم يور سبيكينج لانجوج، ما اعرفش، انا طلع لي حاجه كده من لا، لا، تمام خلاص، ما فيش مشكلة مع حاجات بقى كانسل بتاعت يعني. زوم دي. مش مشكلة، مش مشكلة. طيب اوكي. اوكي. ببساطه الموضوع زمان قبل زيرو تراست حاجه هي كونسبت واضح والناس كلها متعارفه عليه. اللي هو ببساطه اي حاجه جايه من على الانترنت هي محاولات اختراق او ضاره مش هثق فيها، انترستد. اي حاجه جوه النتورك تراستد. ده المصطلح المتعارف عليه زمان. يعني ماشي. ببساطه اي حد جوه النتورك عندي انا هخليه كونكت على السيرفر اللي هو عايزه براحته، خلاص بقى الراجل ده موظف جوه الشركه وقاعد جوه النتورك. بينما لو الراجل ده جاي من على الانترنت وموظف عندي، لا يا باشا، انت لازم تخش لي في بي ان، ولازم اتاكد ان انت عندك يوزر نيم وباسورد فاليد، وعندك تو فاكتور اوثنتيكيشن، وعندك سيرتيفيكت معينه انستولد عندك على البراوزر، كل التشيكس دي ليه؟ عشان انت جاي من بره. لكن لو انت جاي من جوه، لا انت تمام زي الفل. ده مصطلح مش صح خالص، مصطلح خطا جدا، لان انت بتهمل هنا عامل مهم، وهو ماذا لو في موظف جوه النتورك مخترق، واللي امم. بيتحرك من جهازه ده هو الهاكر مش الراجل نفسه. فعشان امم. كده من هنا وبسبب عمليات الاختراق اللي انتشرت بشكل كبير، جه مصطلح الزيرو تراست. الزيرو تراست بيقول لك يا باشا انا مش هثق في اي حد جوه او بره ببساطه. امم. حتى لو هو ادمنستريتور على الابلكيشن، يعني بتتكلم في ليفل الابلكيشن، لو راجل حتى ادمنستريتور على الابلكيشن انا مش هثق فيه. انا ماشي. للاسف انا كنت احب اقول والله مسمى او اسم، قصدي برودكت في الحته دي، لكن للاسف البرودكت اللي اشتغلت عليه تبع الشركه القديمه يعني كان برودكت اسرائيلي يعني. فعشان كده ما كانش ينفع اقول، مش هينفع اسمه، مش دول اقذر ناس، احبش اعمل لهم اعلان باي شكل من الاشكال.
فيعني ماشي. خلينا نتكلم عن التكنولوجي مش عن البرودكت ببساطه. طيب فالفكره الزيرو تراست بتركز على 3 حاجات، اساسيه. اول حاجه انا هتحقق انت مين، او سميها ايدنتي فيريفيكيشن. انا عايز اتحقق انت مين. فتحقق انت مين دي باكثر من طريقه، زي ما قلنا كده 2 فاكتور اوثنتيكيشن. زي ما انا ممكن اعمل فينجر برينتنج للبراوزر بتاعك. الفينجر برينت البراوزر دي بتعمل ايه؟ بتقول لي ان الراجل ده طول الوقت بيدخل من يوزر ايجنت كذا، ومن اليوزر ايجنت ده انت بتقدر تعرف المتصفح، بتقدر تعرف الاوبريتنج سيستم او نظام التشغيل، بتقدر تعرف حجم الشاشه، بتقدر تعرف اللغه اللي هو مستخدمها في الجهاز. كل التفاصيل دي بقدر اعرفها، فبالتالي دي جزء من الايدنتي بتاعتك طبعا، زائد ما قلنا اليوزر نيم والباسورد وغيره. فدي كده بالنسبه لي الايدنتيتي، انت فعلا فلان اللي انت بتقول ان هو فلان. دي اول حاجه. تاني حاجه بنسميها الليست بريفليجز اكسس. الليست بريفليجز اكسس معناها ايه ببساطه؟ معناها ان انا عندي سيرفر بتاع داتابيز، او مثلا سيرفر بتاع ابلكيشن، وانا عايز ادخل مثلا رزق معايا في الابلكيشن دوت يعمل شويه حاجات. ايه اللي يخليني احط رزق ادمنستريتور معايا؟ هو اصلا مش محتاج كل الصلاحيات دي، هو مجرد داخل يعمل تاسك معينه وهيخرج. فبالتالي دي حاجه اسمها الليست بريفليجز، ان انا بقول انه فلان ما ياخدش اعلى من الصلاحيات اللي هو محتاجها، سواء ده كان على سيرفر، على ابلكيشن، على نتورك ديفايس، على ايا كان. فببساطه ماشي، فببساطه الليست بريفليج معناها ان انا مش هديك صلاحيات اعلى من صلاحياتك، وهحط قوانين واضحه بتحدد ده على مستوى. لو قلنا مثلا تستخدم ابلكيشن خاص بموضوع الزيرو تراست ده، فدي حاجه هتبقى ابلكيشن وايد. يعني انا بقول ان انت بدل ما تيجي تفتح اي سيرفر او طب اشرح النقطه دي وبعدين اقول لك مثال عملي على موضوع الزيرو تراست. خلينا نشرح اخر نقطه، اللي هي عشان احنا قلنا 3 حاجات، اللي هي الكونتينوس مونيتورنج. الكونتينوس مونيتورنج انا طول الوقت حتى لو انت عديت من اول 2، ان انا عملت لك ايدنتي فيريفيكيشن واديتك اقل صلاحيات انت محتاجها، او الصلاحيات فقط اللي انت محتاجها مش اعلى من صلاحياتك، استيل انا برضه هعمل لك كونتينوس مونيتورنج، هفضل اراقبك طول الوقت عشان اتاكد انت بتعمل ايه. طب تعالى ناخد مثال او تطبيق عملي على موضوع الزيرو تراست بيحصل ازاي مثلا في الشركات. انا عندي تطبيق معين، ابلكيشن معين شغال بتكنولوجي بتاعت الزيرو تراست. ده بيعمل ايه ببساطه؟ بيقول لك ان انت رغم ان انت مصرح ليك تي اس اس اتش على اي سيرفر، ومصرح ليك تي ار دي بي على اي سيرفر، لا انت مش هتروح تكلم السيرفرات دي دايركت. انت هتكونكت عندنا الاول على الابلكيشن بتاعي بيوزر نيم وباسورد بره الاكتيف دايركتوري، مش هم بتوع الاكتيف دايركتوري بتوعك. حلو. وتو فاكتور اوثنتيكيشن كود. خلاص انت عملت لوجن عندي على النظام، هتشوف ايه السيرفرات فقط اللي انت مصرح ليك تكونكت عليهم. انت مش هتكونكت على كل السيرفرات، لا فقط اللي انت مصرح ليك تكونكت عليهم. طيب لما امم. تيجي تكونكت على سيرفر من السيرفرات دول، انت هتلوجن عليهم باليوزر نيم والباسورد بتوع الاكتيف دايركتوري، فدي بقت ايدنتيتي مختلفه تماما عن اللي انت عملت لوجن بيه. وكل حاجه انت بتعملها على السيرفر ده مونيتورد، بل بالعكس لو انت بتعمل حاجه على الدومين كنترولر نفسه، دي هتبقى فيديو ريكوردد. السيشن بتاعتك على الريموت ديسكتوب دي هي فيديو ريكوردد، اقدر ارجع لها في اي وقت، اقدر اشوف انت عملت ايه طول الوقت. طب لو مش الدومين كنترولر والسيرفرات العاديه، كل حاجه انت بتعملها مونيتورد من ناحيه البروسيسز، من ناحيه بتكسكيوت سوفت وير عامل ازاي، شغلت باور شيل ولا لا، امم. كل التفاصيل، التوقيتات اللي انت دخلت بيها على السيرفر. في حد بيسال بيقول هندسه ده البام سوليوشن؟ هو ده البام سوليوشن بالظبط، اسمه بريفليجد اكسس مانجمنت او اختصارها بام. هو ده نفس تمام. الفكره المعتمده على زيرو تراست يعني. تمام. تمام. طيب فببساطه بقدر هتقول طول الوقت ان انت عندك الليست بريفليجز اقل، او فقط الصلاحيات اللي انت محتاجها مش زياده. بقدر اتاكد من الايدنتيتي بتاعتك، وبعمل لك كونتينوس مونيتورنج طول الوقت عشان اتاكد انت مش هتعدي صلاحياتك. حتى لو كنت انت ادمنستريتور على النظام، مش هتعمل حاجات انت في الطبيعي ما بتعملهاش، او مش مصرح ليك ان انت تعملها ببساطه. تمام. تمام. حلو جدا. طب هروح لسؤال بقى، عشان الفترة دي الاي اي والماشين ليرنينج، هل يعني الاي اي والماشين ليرنينج ليهم دور برضو مع مع يعني الدومين بتاع السايبر سيكيورتي كله؟ هل محتاج الناس تذاكر الحتة دي، في اي دور للكلام ده؟ اه بص او هو لا؟ السؤال ده لا لا ده سؤال حلو، لان هو ده الترند في الوقت الحالي والناس كلها بتساله امم. بالفعل. وهل في ترند تاني غير الاتنين دول في بالك؟ ناس تبقى اللي داخله مجال السايبر سيكيورتي محتاجه ان هي تعرفه او تقرا فيه؟ يعني خلينا ناخد الاي اي والماشين ليرنينج وعلاقتهم بالسكيورتي، وهل في اي ترند تاني ولا لا؟ يمكن الترند في الوقت الحالي هو ليه علاقه اكتر بالحتتين دول تحديدا، بس عشان الناس اللي هتدخل دي اجابه لحاجه تانيه فهنجاوبها ان شاء الله في الاخر. طيب الاي اي ببساطه انا مقتنع مليون في الميه، لان ده استخدامي الشخصي ليه حتى من اول ما بدا. هو هيسهل عليك شغلك، مش هيريبليسك كبني ادم. يعني في نصيحه كده بتقول لك اللي هو ايه، الاي اي will not replace you, people using AI will replace you. يعني امم. فببساطه الناس اللي فاهمه ازاي تستخدم الاي اي هي اللي هتريبليسك، امم. مش الاي اي نفسه امم. ببساطه. امم. طيب الاي اي احنا شفناه بتطبيق عملي في المجالين، في مجال الاختراقات او في مجالات الدفاع حتى. واحنا حتى امم. في مجال البرمجه او غيره شفناها في كل حاجه تقريبا يعني، بس انا بتكلم على حتتي تحديدا.
فشفناه مثلا في مجال الاختراقات ان هو حد عمل حاجه اسمها ورم جي بي تي. ورم جي بي تي ده ببساطه زي تشات جي بي تي، بس هو لحته السايبر سكيورتي، ولكن الضار منها يعني انت ممكن تقول له اعمل لي مالوير بيشفر لي ملفات الناس ويطلب منهم فديه، هيعملوا لك عادي جدا. اعمل لي امم. مثلا كود معين بيستغل الثغره الفلانيه، هيعملوه لك عادي جدا. فهو ببساطه ورم جي بي تي هو الناحيه الثانيه من تشات جي بي تي، الاختراقات بس. طيب في تطبيق عملي بقى في التولز نفسها شفناه كتير في الحته بتاعه النتورك سكيورتي. السوليوشنز المبنيه على او الخاصه بالنتورك سكيورتي، اللي مبنيه على انها كانت الاول بتعتمد على السيجنتشر بس، مع الوقت بقت بتعتمد على البيهيفير، دلوقتي بقت بتعتمد على الاي اي. فالاي اي ببساطه هو مجرد انت ضفت له كابابيلتي زياده في حته الليرنينج موديل. انا بقيت مش بس هتعلم من الترافيك اللي انا بشوفه، لا انا بقيت هعرف اخد القرار ازاي، وهعرف اخد القرار امتى، وهربط المعلومات ببعض لوحدي عشان اعرف ان الاتاكر اللي داخل على النتورك الفلانيه منها هيعمل اختراق على السيرفر الفلاني، عشان ده اللي انا بشوفه كومن في كل الاختراقات. فانا من قبل ما هو يعمل الخطوه دي انا هوقفه اصلا. انا هبلوك الاي بي بتاعه، انا هديسيبل الاكسس على السيرفر ده الاي الفلاني. اي هو اللي بيعمل كده؟ يعني ابلكيشن شغال بالاي اي بيعمل هو الكلام ده ولا؟ في حاجات بالظبط، في حاجات بتقدر تاخد القرار لوحدها وتطبقه امم. كمان. طيب. تمام. فدي انا ما اعرفش مين اللي داخل بعت لنا ورم جي بي تي في البتاع، يعني ما تفتحش عينين الناس يا عم الحاج، مجرد بقول اسم اللي عايز يسيرش ويسال براحته. فببساطه احنا شفنا استخدام الاي اي في المجالين. هل الناس محتاجه تذاكر اي اي؟ لا، الناس محتاجه تعرف ازاي تستخدم الاي اي. بس انا مش بقول لك امم. ذاكر ارتفيشال انتليجنس، مش بقول لك خليك ارتفيشال انتليجنس انجينير او داتا اناليست او الكلام ده كله، مش بقول لك تعمق فيها خالص. انت هتذاكر بس اللي يخليك تقدر فاهم ازاي تستخدم التولز دي. تمام، جميل جدا. طب يعني هقول تقريبا ده اخر سؤال. تنصح ايه لو حد لسه متخرج؟ تنصحه يعمل ايه لو عايز يتخصص في مجال السايبر سيكيورتي؟ لو ابراهيم حجازي آه، لسه متخرج دلوقتي حالا، هتنصحه يعمل ايه؟ طيب انا هتفكر ارجو ان ازاي؟ الناس ما تزعلش مني، الله اكبر العظيم عز بالله، انا ارجو ان الناس ما تزعلش مني، بس سؤال لو لسه متخرج يعمل ايه ده سؤال متاخر قوي. هو المفروض وانا في اولى جامعه اعمل ايه، او وانا في الثانوي خل وانا في اعدادي اعمل ايه؟ ده بجد يعني، عشان كده بقول ارجو الناس ما تزعلش مني. لا لا، آه محدش هيزعل. وبرضو زي ما انت قلت اتس نيفر تو ليت. انا سمعتك قلت الموضوع ده في حوار الستارت اب بتاعتك. اتس نيفر تو ليت. يعني هي طبعا ممكن اللي واحد عمله في 4 سنين انت ممكن تعمله في 6 شهور. بس طبعا طبعا احنا طبعا. بنشجع الناس. ليه ابراهيم بيقول كده؟ لان انا في ناس، او يعني الاقي واحد قريبي مثلا كان اقول له مش عارف إيه، يقول لي مثلا لا لسه بدري، مش عارف إيه. لا، ما فيش حاجه اسمها لسه بدري وانت في اولى كليه. بالظبط هو بالظبط. ده اللي ابراهيم هو ده عايز اللي انا عايز يقوله. اقوله، ان انا لما اه، بقول تو ليت ما اقصدش هنا تو ليت في تعلم المجال، انا اقصد تو ليت على دراستك الجامعيه. انت كان المفروض تاخد الخطوه دي وانت في اولى جامعه. بس خلاص صح كده. يعني انتهى الحال، احنا اتخرجنا خلاص، انت او حتى لو لو عندك انت في 30 اولى 40 جامعه سنه. النصيحه دي ليك برضو. يعني تمام. مظبوط. انا اللي انا اقصده ان فتره الجامعه دي هي افضل واكتر فتره المفروض تبقى بتذاكر فيها. الوقت صحيح. هيكون متاح، التطبيق العملي بالنسبه لك هيكون سهل تقدر تعمله طول الوقت، وتركز فيه وتعتمد على الريسورسز اللي عندك في الجامعه ان هي تقويك اكتر في الحته دي. طيب اعمل ايه؟ هي الموضوع ببساطه معتمد على انت عايز تخش ايه في سايبر سكيورتي، مجال ايه في سايبر سكيورتي. ولكن النصيحه العامه اللي دايما بقولها، رقم واحد قوي نفسك في البروجرامنج. قوي نفسك في البروجرامنج. لو انت بقيت ديفلوبر شاطر هتقدر تخش اي مجال في السايبر سكيورتي بسهوله جدا 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 كمان. طيب احنا في حاجه كده بحب اقولها دايما، حاجه اسمها التي ليرنينج موديل. التي ليرنينج موديل ده معناه ايه ببساطه؟ مجال السايبر سكيورتي هو مش مجال واحد، يعني هو لازم عشان تدخله تبقى ملم بشويه مجالات تانية زي الكريبتوجرافي، زي النتورك، زي السيستم ادمنستريشن، زي الديفلوبمنت. مش بقول لك تتخصص فيه، ولكن تكون ملم بيه. وبالتبعيه التي موديل معناها ان انا اللي هرسم خط بالعرض، انا هرسم الخط بالعرض ده مكون مثلا لخمس مجالات. اول مجال فيهم البروجرامنج، ثاني مجال فيهم السيستم انجينيرنج او سيستم ادمنستريشن، ثالث مجال التشفير، رابع مجال الشبكات الى اخره. عملت الخمس مجالات دول، ايه اكتر بقى مجال همد فيه الخط ده اللي هيبقى اللي هيرسم لي حرف التي؟ هو مجال البروجرامنج. عشان كده بقول لك كل ما قويت نفسك في البروجرامنج كل ما بقيت بتاع سايبر سكيورتي اشطر. اي وقت انت مم. بتضيعه في تعلم لغه البرمجه هو اكشن مش وقت ضايع لو انت قصدي عايز تتخصص في سايبر سكيورتي، بل بالعكس انت بالفعل بتذاكر سايبر سكيورتي. طب اشهر آه لغة برمجة تفيدك في السايبر سيكيورتي؟ طيب انا لو عايز اروح من لايتز بلين للدام سكوير مم. ايه افضل عربيه ممكن اخدها؟ ولا حاجه، اي عربيه. مم. مم. اي عربيه فعلا. فهي ماشي. ببساطه هي نفس الحاجه. هو انا لو عايز اروح من عبد المنعم رياض لوسط البلد، وانا اكشلي الاثنين في وسط البلد بس ما علينا. لا، مم. عايز اروح مشوار، اي هم مشوار، دول اي ميدانيين عربيه على توصلني. فكرة، موجودين هنا مشهورين في امستردام، اللي قال عليهم ابراهيم حجازي. لو حد يعني مش عارف ايه لايدا سبلاين والدام سكوير، زي ميدان فهي الحجاز ببساطه كده، او ميدان الف مسك. سانت فاطمه. انت ساكن في الفكره مصر الجديدة ببساطه برضو صح؟ اه في نفس النطاق مظبوط. طب يا فهي باشا الفكره احنا ببساطه جيران. انه حبيبي حبيبي،
فهي الفكره ببساطه انه اي لغه برمجه هتوصلك للمجال. طيب الفكره اللي احنا عايزين نقولها، عشان ممكن حد يجي يقول لي طب انا لو عايز اتخصص في حاجه ليها علاقه بالسكيورتي بتاعت الويب ابلكيشنز، اكيد مش هقعد اذاكر سي بلس بلس اللي هي حاجات لو ليفل. منطقي جدا، منطقي جدا. عشان كده احنا بنقسم اللغتين او اللغات البرمجه لحاجات لو ليفل وحاجات هاي ليفل. لو انت هتتخصص مالوير اناليسيس، دي وظيفه اسمها كده مالوير اناليسيس او ريفرس انجينير، انت هتروح كده في حته اللو ليفل، وبالتالي هتتعلم اسمبلي وهتتعلم سي بلس بلس. لو انت هتروح حاجات هاي ليفل بقى، بين تيستنج ويب ابلكيشن او حتى سيرش كود اوديتنج الى اخره، فانت رايح في البي اتش بي، في البايثون، في الجافا، في الدوت نت، الحتت دي. بس ده ملخص الموضوع. ده من ناحيه الخمس تمام. حاجات. في حد حتى انا كنت شارح اصلي الموضوع بالتفصيل في فيديو على اليوتيوب، ففي حد تقريبا اخذ سكرين شوت بالفعل شوت وحطها منها، هنا، هتلاقي في الشات هنا. انا شايف. هي نفس الفكره شايف. بالظبط. هي نفس الفكره تمام. بالظبط، هي نفس الحاجات. تمام يا ابراهيم، يعني اشكرك عامه. انا شايف ان دي افيد 35 دقيقه انا يعني ايه سمعتها في حياتي بصراحه. الله يعزك يا صديقي، شرف ليا والله. فاشكرك، وممكن نبتدي نفتح الاسئله. ممكن بس هقول حاجه ان انا يعني المفروض ان انا خدت اوفيشني من اي دبليو اس مع باشمهندس نور، ان انا اي دبليو اس يوزر يعني جروب ليدر. فمعرفش هل ممكن نظبط ما شاء حاجه الله. مع بعض ولا لا لما اعمل اول ايفنت ليا. بس اتمنى يعني هتواصل معاك ونحاول ان احنا ممكن نشوف لو نقدر ان يشرفني احنا طبعا يا صديقي، اكيد متاح في اي وقت يعني باذن حتى الله. نجيبك كسبيكر او حاجه، يبقى حاجه يعني جميله. تمام. والله كده. احنا آه هنفتح الاسئله، بس هو عشان العصر اذن، فانا هستاذن 5 دقائق. انا متوضي يعني ان شاء خلاص، الله. خلينا هستاذن ناخد خمس 5 دقايق دقائق بريك. اصلي، خمس ناخد دقائق خمس بريك دقايق اصلي بريك ونرجع وهوقف نكمل. الريكوردينج ونرجع كمان 5 دقايق. زي الفل، زي الفل. تمام. تمام، اتفضل يا باشمهندس ابراهيم. هو كان بس تاكيدا على النقطه اللي انت قلتها صديقي، بتاعت انه اتس نيفر تو ليت. هو العمر ما يكون عائق خالص. عشان انا لما قابلت ناس في مؤتمر لسه من شهر تقريبا، كان كله بيسالني عن حته السن. هو السن مش عائق خالص، بالعكس. انا بقول انت كنت لما بدات بدري كل ما كان احسن. ده حقيقي. احنا معانا حد بالشركه بيتدرب عن 13 سنه، ما شاء الله، اللهم بارك. حسام شاطر، يعني شاطر ليه؟ امم. عشان هو مجالنا اصلا، هو كان ديفلوبر شاطر. امم. فسهل قوي تعلمه اي حاجه ليها علاقه بالسايبر سكيورتي. امم. طيب فببساطه، طب لو انا كبير في السن، لو انا 30، لو انا 40، لو انا 50، لو انا 60 يعني هل امم. هل هل اتسلت؟ لا. ليه بقول لا؟ عشان مجال السايبر سيكيورتي او مجال التكنولوجي بشكل عام لا يقاس عليه اي مجال تاني. اي مجال تاني امم. الاعمار اللي انت بتقولها دي صعبه، ده حقيقي، انا معاك. امم. لكن في مجال التكنولوجي، الحاجه اللي انت اصلا ممكن تشتغل فيها ريموتلي مع اي شركه على الانترنت، او حتى مش محتاج تبقى مع شركه، تخش فريلانسر على اب وورك ولا على فريلانسر دوت كوم ولا غيره. فانت امم. المجال، الحاجات دي كلها مش مرتبطه بسن. انت بقيت شاطر هتلاقي شغل. معروفه، انت لو بتاع كفته شاطر هتلاقي شغل، مالهاش علاقه بالسن، مالهاش علاقه باي حاجه. عشان كده امم. بقول دايما هي ملهاش عمر معين نقول عنده انتهت صلاحيه العمر ده. بس هي نصيحه الواحده اللي هقولها، عشان دي اللي هتنطبق على الناس كلها. لو انت وصلت لمرحله انت شايفها متاخره في السن، او خلينا نقول ان انت عندك مسؤوليات، فبالتالي انت عايز تعمل كارير شيفت، مثلا انت متجوز وعندك عيله وبتاع، ما تاخدش الخطوه دي غير وانت حاسب الريسك كويس، حاسب الخطوره كويس. والخطوره المحسوبه كويس هنا ببساطه معناها ان انت عشان تحول من مجال لمجال، انت افضل ذاكر السايبر سكيورتي لو انت عايز تحول له يعني. افضل ذاكر السايبر سكيورتي جنب مجال شغلك، ايا كان هو ايه، محاسب، محامي، مبرمج، ايا كان يعني. ذاكر السايبر سكيورتي جنبه، وقت ما تحس ان انت ما عندك خبره كويسه وحابب بقى تنتقل او تشتغل في شركه في الحته دي، احسب ريسك كويس. واقصد هنا بيها ان انت تكون عندك مصاريف تكفيك انت واسرتك من 6 شهور لسنه بدون دخل، عشان تبقى ضامن ان انت واخد ريسك ده، وانت بتجرب وانت مامن نفسك واسرتك. رقم واحد، مامن اسرتك، مامن نفسك واسرتك كويس في الخطوه دي. فدي النصيحه الوحيده اللي هقولها. انت مامن نفسك واسرتك كويس، خلاص خد المخاطره عادي جدا، مفيش اي قلق خالص. زي ما قلت لك، بفضل الله عز وجل، مجال السايبر سكيورتي او الديف او الديفلوب اسف التكنولوجي بشكل عام من المجالات المطلوبه في كل حته. بل ان دوله زي هولندا يعني تقريبا ما بتسفرش اصلا، ما بتسمحش السفر غير في الناس الاطباء والناس اللي شغاله في مجال التكنولوجيا. هو مطلوب في كل حته في العالم، في مصر وبره مصر، وفي مش هقول لك الا في ندره يعني في ندره في المجال، لان العالم كله محتاج. فببساطه توكل على طب الله عايز اسالك وذاكر ايا حاجه، كان اتبسطت المجال. في هولندا يعني اولا انت جيت امتى هولندا؟ وقول لي كده يعني لو عايز تقيم التجربه الهولنديه دي تقول عنها ايه؟ يعني اعتقد الناس هتبقى انترستد ان هي تسمع منك الموضوع ده. بص، انا حاسس ان دي حاجه محتاجه حلقه لوحدها يعني انا حاسس كده بجد في والله. دقيقتين، لان هي في فيها كلام دقيقتين كتير بس. يتقال. انا عايز فيها كلام دقيقتين كتير يتقال. بس. طيب من ناحيه خلاص. ايه طيب؟ يعني يقول لي اصل هو ده الموضوع فعلا يعني عام، فانا حابب احكي فيه التجربه من اول، ازاي اصلا لقيت وظيفه في هولندا، ولما جيت ده اتعاملت يعني ازاي انت مع فرق الثقافات ندمتني ان انا ما والحاجات دي. عملتش الموضوع ده، كنا ممكن نتكلم في التوبيك ده. ممكن نخليها حلقه تانيه لوحدها ان شاء الله. خلاص ماشي، مفيش اي مشكله. طيب هبتدي افتح الاسئله وهاخد عبد الله المعز. اتفضل يا عبد الله. السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام. السلام. ازي حضرتك يا باشمهندس ابراهيم؟ ربكم الله بخير. يكرمك، بخير شكرا. والله، الحمد لله. شكرا لوقتك.
الله عايز يكرمك. اسالك بس انا دلوقتي بدات من شهر 7 اللي فات خدت كورس اس بي دوت نت. اكتب لي يا حبيبي وانا باجي. نعم. جماعة بس معلش في ماشي. اتفضل أنا معاك. شهر 7 اللي فات خدت كورس اس بي دوت نت، بس قعدت فيه حوالي 4 شهور ونص. بعدها خدت اوكي كورس كريپتوغرافي، قعدت فيه شهر. وبعدها خدت دلوقتي باخد كورس سي ان اي. بس انا بحس ان انا يعني ايه بطول قوي في الوقت في الكورسات. يعني عقبال ما اخد مثلا يعني مثلا يعني الام سي سي اي مثلا لسه هاخدها كمان، فانا كده معتبر بخاف كل شويه مبقاش عندي علم حقيقي، يعني كل شويه برجع اذاكر اللي فات، بخاف طب مبقاش خلاص انا عندي. فهمت سؤالك، معلش انا هختصر الناس ومحدش يزعل مني. ثانية هو بس بيقول لك ثانية ايه بس آخر حاجة، بس آخر حاجة ممكن اتفضل. بس آخد الام سي سي اي مع الاي جي بي تي وكده، ولا بعد ما اخلص ام سي سي اي ممكن اخد بعدها الاي جي بي تي؟ بس ده طيب سؤالي، بص يا ممكن صديقي، انا فهمت ممكن سؤالك اوازن مع هجاوبك بعض يعني. حاضر. بس كده. تمام، انا فهمت سؤالك حاضر. بص، مرحله التشتت الاولانيه دي عاديه خالص خالص خالص، ومفيش فيها اي مشكله. بل بالعكس، ان انت توصل لمرحله التشتت معناه انت ماشي صح. ده رقم واحد. ده رقم اتنين، هل انا متاخر، هل انا ماشي كويس، هل انا باخد وقت طويل، مش فارقه في حاجه. المهم انت بتفهم ازاي. يعني بتفهم ازاي معناها ان انا ممكن في حاجه، انا كابراهيم، انا بتكلم عن نفسي، انا كابراهيم في حاجه ممكن اذاكرها. الكريپتوغرافي دي انا قعدت اذاكرها اعتقد يمكن 6 شهور في اول مره كنت بذاكر، ولا فهمت اي حاجه يا معلم. 6 شهور مش فاهم اي حاجه حرفيا. 6 شهور عمال اذاكر، اجيبها يمين اجيبها شمال، مش عارف اركز فيها. لحد ما قريت كتاب في مره اسمه سيسبو اول ان وان اكزام جايد، وكان فيه تشابتر اسمه او تشابتر رقم 7، ده كان تشابتر بتاع الكريبتوغرافي. من اول مره قريته فهمته سهل جدا 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 جدا. هل ده معناه ببساطه ان انا ما كنتش فاهم في الاولاني او انا ما بفهمش في الاولاني؟ لا خالص. ممكن اكون انا اخترت الراجل الانستراكتور اللي ما عرفش يوصل لي المعلومه، ممكن اكون شفت 2 3 4 انستراكتورز، ممكن يكونوا هم كانوا شاطرين، بس انا اللي وقتها ما كانش عندي العلم التراكمي اللي يسمح لي افهم مجال الكريبتوغرافي. فلما رحت ذاكرت تشابتر 7 ده في كتاب سيس بول ان وان اكزام جايد، بعد ما خدت الحاجات الاولانيه في 6 شهور، كان الموضوع خلاص العلم عندي تكون، فبقيت فاهمه بسهوله. ممكن. فهي الفكره كلها اللي عايز اقولها لك ببساطه، ان انت ما تعتمدش على ان انا ذاكرت كذا في شهر، ذاكرت كذا في شهرين. مالهاش علاقه. المهم انت فهمت ولا ما فهمتش. فهمت تمام، ما فهمتش كمل وذاكر زياده. بغض النظر، ما تقارنش نفسك بغيرك. ابدا ابدا ابدا. سيبك من فلان اللي خلصها في شهر، سيبك من فلان اللي خلصها في سنه. انت تقارن نفسك بايه؟ تقارن نفسك بنفسك من سنه فاتت بس. بخصوص الكورسين، تمام لا، خلص الشبكات الاول، بعد كده روح لاي جي بي تي. بس شكرا. تمام. شكرا حضرتك. زياد اتفضل. طيب يا باشمهندس، ميرسي لحضرتك. انا هدخل في السؤال على طول. يعني ميرسي انا ليك، بقالي سنه اتفضل. شغال. انا لسه متخرج جديد وبقالي سنه شغال از ديف. وذاكرت اوريدي بنتيشن تيستنج، بس انا هدفي ان انا ادخل ناحيه الديف سيك اوبس. وبصراحه يعني كحاجه بعيده قوي الانسيدنت ريسبونس، فانا عايز اسال حاجتين: ازاي اعمل دون، وهل ده هدف صح ولا تشتت على الفاضي؟ انا كنت لسه بقول لرزق الله قبل المكالمه، انا مش افضل حد ينصح في حته الديف سيك اوبس، فانا مش هقدر افيدك في الحته دي الحقيقه. طيب، تمام. ماشي. طب تمام. محمد رفعت دبل محمود اف. رأفت. ماشي. السلام عليكم. انا كنت عليكم بس السلام. عايز اسال سؤال. هو كواحد لسه هيبتدي في المجال، ممكن تقول له يعني ايه احسن كورسات بياخدها كبدايه؟ عشان يعني انا لسه في سنه تانية فلسه داخل المجال، فمش عارف الدنيا ماشيه ازاي، بس انا عندي فضول في المجال ده. حلو. انا هقول لك على حاجه جميله خالص. في فيديو انا عامله شارح فيه الكورسات اللي انت محتاجها ل 13 مجال مختلفين من مجالات السايبر سكيورتي. فانا هبعت اللينك دلوقتي في الشات هنا. استاذنك بس خد بص عليه، هتلاقيني شرح الموضوع بالتفصيل في الكورسات اللي انت محتاجها كمان. انا بعت اللينك دلوقتي في الشات. عرفوني لو مش ظهر او استنى، تقريبا انا بعته لحد بقى، انا خليها ايفري وان دلوقتي، هو بعته تاني. اه خليها everyone. اه بالظبط. انا ممكن احطه في الديسكريبشن بتاع برضو الديسكريبشن بتاعنا. ممكن لو ابراهيم تبعت لي الحاجات اللي انت عايز تحطها في الديسكريبشن كلها اللي انت قلت عليها، يبقى جميل جدا احطها في الديسكريبشن بتاع الفيديو برضو، لان اعتقد طيب الناس اللي هتسمع هتبقى نفسها ان هي تاخد اكسس على الحاجات دي او توصل للفيديوهات دي، وتوصل برضو الويب سايت الشركة وكل الكلام اللي احنا كنا قلناه. تمام. طيب محمد زي الفل. طنطاوي اتفضل. السلام عليكم، الصوت طلع عليكم كده السلام. تمام؟ تمام. لو سمحت، أنا طالب داخل تالتة حاسبات ومعلومات. كنت بدأت ذاكرت السنة اللي فاتت وأنا مخلص أولى، ذاكرت سي سي إن إيه وخلصتها، وذاكرت كورس أي إس سكوير سي سي اللي هو سيرتيفايد إن سايبر سكيورتي، وناوي إن أنا أكمل كنتورك سكيورتي. فمحتاج إيه كمان غير اللي أنا بدأت فيهم دول، مع العلم إن أنا حاليا بذاكر سايبر أوبس، سيسكو مش سايبر أوبس. مش محتاج اي حاجه زياده يا محمد، والله توكل على الله على طول. طيب يعني يعني شوف، إمتى؟ ببساطه شوف اي
انا بقول لك انت خلاص، انت اوريدي قطعت كل اللي انت محتاجه، فانت اللي محتاج تعمله دلوقتي ان انت تدور على وظيفه في الحته دي بس. طب فانت ببساطه هتخش على لينكد ان او اي موقع طالب الوظيفه دي تحديدا، وتشوف ايه المتطلبات الوظيفيه اللي فيها، بس عشان اللي هو ايه، يبقى عندك السنس بتاع الوظيفه مش اكتر، وقدم على طول، توكل على الله وقدم. تمام. طب بالنسبة للمهارات اللي هي العملي بقى، يعني هو أنا كان كل شغلي في الكورسات اللي هو مثلا السي سي ان اي كان على قد البروجكتس البسيطة اللي بنعملها جوه الكورس. السيرتيفايد ان سايبر سكيورتي كان أغلبه كلام بيزكس ونظري في السايبر سكيورتي وكده. فيعني كتطبيق عملي لسه ما طبقتش بإيدي حاجة عملي. تمام. فممكن إن أنا انت بالفعل أطبق بتقول انت عملي. طبقت على لابات، مظبوط؟ اه، اللي هي اللابات بتاعت السي سي ان اي. خلاص، ما هي نفس الحاجه اللي انت هتلاقيها في الشغل، عشان كده بقول لك توكل على الله وقدم على طول. تمام، يعني تمام. مش هحتاج أي حاجة زيادة غير كده. خالص خالص، كل ده بيجي مع الشغل. تمام. تمام، احمد. شكرا. احمد العي، اتفضل. ازاي الاخبار؟ الحمد لله. الله يكرمك، الحمد لله. بقول لك يا باشمهندس، انا الحمد لله خلصت يعني دلوقتي. انا يعني مذاكر لينكس كويس ومذاكر اوبريت سيستم ونتورك، وبشتغل دلوقتي على سكيورتي سولوشنز. وكنت عايز ادخل مجال البنتريشن تيستنج، بس انا ما عنديش باك جراوند في البرمجه خالص. فكنت ويعني حابب ان انا ادخل ببايثون. فايه الحاجه او ايه الخطوه اللي انا اقول عندها ان انا خلاص خلصت برمجه وابدا بقى بنتريشن تيستنج؟ طيب انت بتكتب بايثون المفروض، صح؟ يعني حاجات بسيطه كده وبس، بكتب كويس باورشل. لا، هو اللي انا اقصده ان انت محتاج تعمل ابلكيشن، فلو بايثون هتبقى سهله جدا تستخدم في فلاسك او اي حاجه. اللي انا محتاجه منك انت تعمل ويب ابلكيشن مربوط بداتا بيس، طبعا ايا كان فكرته، اداره جامعه، اداره صيدليه، مش فاهم يعني، مش فارق فعلا، اعمل ويب ابلكيشن باي فكره، بس يكون في صفحات كتير. صفحه مثلا للريجستريشن، صفحه للوجن، صفحه تابديت نيوز، صفحه ابلود صور، صفحه للادمنستريتور، وصفحه للمودريتور، او صفحه لليوزر العادي الى اخره. اعمل الكلام ده كله، حتى لو ابلكيشن 2 3، يعني انا بقول دايما مينيموم 5 بس، يعني اعمل كام ابلكيشن كده، انت لو عملت واحده تعرف تعمل الثاني والثالث عادي. ليه بقول الكلام ده؟ عشان ببساطه انت مش هتفهم ثغرات غير لو شفت الثغرات. هي سهله وتبدو معلومه بديهيه، بس هي فعلا ده اللي بيحصل. ان انا ببساطه لو شفت ثغره قدامي، انا هعرف ازاي ان دي ثغره اصلا. ما هو انا لو ما جربتش ده بايدي، مش هعرف ان دي ثغره. اتنين، مش هعرف استغلها. الثغرات ببساطه انت معتمد فيها على اخطاء برمجيه من الديفلوبرز، فانت لو جربت اللي بيعملوه الديفلوبرز هتعرف الديفلوبرز بيغلطوا بايه. يعني انا في واحد صاحبي الله يبارك، يعني كنت اول ما ببدا يعني كنت بشوفه يبص على الابلكيشن، يقول لك الابلكيشن ده فيه ثغره كذا وكذا. حبيبي انت لسه ما عملتش تيست، يقول لك يا باشا الابلكيشن مكتوب بلغه كذا، ومعظم الديفلوبرز اللي بيكتبوا لغه البي اتش بي على سبيل المثال بيغلطوا في 1 2 3، وفعلا بتلاقي معظم الكلام اللي هو بيقوله صح. فهي الفكره في كده، ان انا عايزك تغلط الغلطات اللي بيغلطها الديفلوبر. وتاني حاجه، البين تيستر او الراجل بتاع السكيورتي بشكل عام هو مش بيخترق بس، ما هو طبيعي انا كعميل هاجي اسالك يا باشا الف شكر، طلعت لنا 200000 ثغره في الابلكيشن، نقفلها ازاي؟ فانت لو مش عارف اصلا كديفلوبر ازاي تفكس الثغرات دي، مش هتعرف تدي للراجل نصيحه مظبوطه. انت ممكن تجيب كلام كوبي بيست من على جوجل، تقول له فلتر يوزر انبوت، يقول لك احنا بنعمل يوزر انبوت فلتر. طب احنا عندنا مثلا 10000 سيكوال انجكشن، هل انا معقوله هعدي على 10000 لاين اصلح فيهم الثغره؟ طب قول لي حل بديل. والله انا اصلا ما جربتش بايدي، فانا ما عنديش حلول بديله لان انا مش عارف. فعشان كده يعني برجع لنفس النقطه، ان انت محتاج تكتب ويب ابلكيشنز 2 3 4 5 على قد ما تقدر. طب تمام. هل هتعلم يعني HTML و CSS وجافا سكريبت، ولا بايثون واكتفي هو بيها الاساس ولا؟ الباك اند، اي حاجه فرونت اند بتبقى الحاجات البيزكس بس اللي تقوم لك السايت، مش اكتر. انت دلوقتي مع كل تمام التمبلتس عندك جاهزه اصلا يعني، بس هو اهم حاجه الباك اند. ماشي. تمام، متشكر جدا يا شكرا. باشمهندس. محمود احمد، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. كنت بسأل حضرتك يا هندسة قبل كده. أنت سمعت البودكاست بتاعك مع أبو زيد. كنت بتسأل عشان تخش المجال كويس لازم تكون بروجرامر شاطر. يعني أنا دلوقتي حاليا بدرس الأساسيات، يعني أنا خلصت سي وسي بلس بلس وداتا ستراكشر، لسه أخش الألجوريزم والأو أو بي. هل أكملهم ولا أبدأ أخش بقى أعمل حاجات مشاريع، مثلا أخش أتعلم اكتر فرونت سؤال إند؟ بيستفزني يا محمود، والله اكتر سؤال بيستفزني، عارف ليه؟ نرفزت. ايوه، هو اصل هي ملهاش كتالوج، يعني مفيش حته معينه هتيجي عندها اقول لك اقف، مفيش حاجه اسمها كده يا جماعه، والله مفيش حاجه. هي الدارج او المتعارف عليه، كل ما بقيت ديفلوبر شاطر كل ما بقيت سكيورتي شاطر، لحد فين ما لا، اعرفش. محدش انا يقدر يجاوب. بتكلم مفيش. مثلا في الاساسيات، يعني انا ما بتكلمش في يعني ان اكون ديفلوبر. اساسيات البرمجه، يعني اللي هي مثلا الالجوريزم والاو او بي، هل اكملها ولا اخش على طول في الديفلوبمنت على طول؟ كل ما بقيت مبرمج اشطر كل ما بقيت بتاع سكيورتي اشطر. تمام، ماشي. ماشي. مؤمن، والله ما اتفضل. عندي اجابه، والله ما عندي مؤمن، اجابه، هي تمام، ملهاش فعلا. اتفضل تمام، يا شكرا. مؤمن.
شكرا يا طيب هندسة. العكس يا باشمهندس، انا لو انا انت اسف بس عشان ما اصلا طول يفتكرش ان انا ثانية عمرك برخم بس عليه، رنا انا ما برخمش رنا عليه والله، هي فعلا ملهاش اجابه، يعني مش برخم عليه طيب والله. لو هي انت طول عمرك اتفضل. developer وعايز تشفت للسايبر سكيورتي او البان تيستنج دي جميل. طب محدش بس انت اوريدي قطعت كل يتكلم الشغل من اللي انت غير محتاجه. من غير بس ما ياخد إذن، اوكي معلش انا أنا آسف يا اسفه رضا، بس فاكر يعني نفس سؤالك النقطة. حلو، اتفضل يا هو باشمهندس. فعلا السؤال ده ريليفنت ليه علاقه بنفس النقطه اللي كنا بنجاوب عليها، اللي هو طب انا دلوقتي اتعلمت البرمجه، او خليني اجاوب حتى الشاب اللي كان لسه بيسال من شويه، خليني اجاوبه بنفس السؤال او بنفس الاجابه، اللي هو طب انا امتى احس ان انا كده خلاص بقيت كفايه؟ ببساطه وقت ما تبقى قادر تبص على الثغرات. لو انت كتبت في جوجل كده OWASP توب 10 على سبيل المثال، انا هكتبها انا حتى في الشات دلوقتي اهو، خليها اقول everyone OWASP توب 10. دول مثال على اشهر 10 ثغرات بتصيب الويب ابلكيشنز كسيكوال انجكشن، بتاع دوت انسكيور اوثنتيكيشن، انسكيور اوثرايزيشن الى اخره. ببساطه لو انا قريت الثغرات دي وشفت تطبيق عملي عليها بقيت قادر افهمه بسهوله، انت خلاص انت كده تمام. طيب لو انا ديفلوبر دلوقتي بالفعل، فانت كل اللي انت محتاج تعمله ان انت تقرا عن ال10 ثغرات دول وتطبق عليهم عملي. طب اطبق عليهم عملي ازاي؟ هل انا محتاج اعمل لنفسي ابلكيشن مصاب بثغرات؟ لا، في لابات جاهزه على الانترنت فيها كل السيناريوهات الممكنه للثغرات دول، بحيث تقدر تطبق عليها. هي معموله مصممه ان هي تكون فولنربل او مصابه بالثغرات دي. هتلاقي اسمها بورت ويجر اكاديمي، دي اسم الاكاديميه او الويب سايت اللي عامل التطبيقات على اللابات دي. ببساطه هتروح على بورت سوجر اكاديمي وانت بتذاكر الاو اس توب 10، كل ما تذاكر ثغره روح طبق اللابات بتاعتها على بورت سوجر. مثلا ذاكرت سيكوال انجكشن، هتروح على بورت سوجر اكاديمي تطبق كل اللابات بتاعت سيكوال انجكشن. طب انا ما عرفتش احل لاب معين، عادي جدا هتلاقي ليه رايت ابس او حلول منشوره على الانترنت، اقراها وارجع طبقها تاني لحد ما تلاقي نفسك فهمت. خلاص انت كده بالنسبه لك قفلت الجزئيه بتاعت الويب ابلكيشنز. عشان تكمل بقى النولج بتاعتك بشهاده تقول ان انت فعلا راجل سيرتيفايد، ان انت شاطر في الحته دي، في كورس اسمه EWPT، انا كتبت برضه حتى اسمه في او سيرتيفيكت. هي رخيصه مش غاليه خالص، هي مجرد بتحط لك النولج اللي انت عرفتها دي في السياق اللي تتوظف بيه بس. تمام. طب إبراهيم، احنا كده ساعة بالظبط. كان في 5 دقايق صلاة، نقدر ناخد منك 5 دقايق كمان ولا نقفل دلوقتي؟ اللي انت هتقول عليه انا تمام. بص وانا يعني كنت حاول انا هموت لي عشان واسال عارفين، سؤال انا عارف، بصراحه. بس هو حول لي وقته 5 جنيه معلش. فودافون كاش وانا نكمل عادي. هو وقته معلش برضو محكوم وانا بوقته، كان فانا سؤالي كان دوري طب حضرتك، استنى بس بس هو في معلش واحده هو يجاوب. دخلت. ثانية واحدة معلش هو يجاوب. طيب انا ما عنديش مشكله يا صديقي، خلينا نكمل. بس شايف حد بيعيط في الشات اسمه هاجري، ما اعرفش مين هاجري. طب و5 دقايق بالظبط يا جماعة، 5 دقايق بالظبط لا لا وهقفل. لا، 10 دقائق كمان معاكم ان شاء طيب الله ونجاوب على اسئله خلاص الناس. طيب تمام ماشي. باشمهندس ابراهيم، مساء الخير. هو انا كان الدور عليا قبل، كان في حد دخل قطعني على طول كده. طيب تمام. اتفضل. اتفضل يا صديقي. سؤالي لحضرتك هو دلوقتي ايه هي البريريكوزيتس للاي اي امبلمنتيشن في السكيورايزيشن عموما بشكل جنرال او في السايبر سيكيورتي، بحيث ان انا ما بقاش جاك اوف اول تريدز، اللي هو ماشي بجمع حاجه تمام دي تمام هات، تمام هات كورس، تمام هات. فانا مش عايز ابقى جاك اوف اول تريدز. يعني ايه هي البريريكوزيتس يعني مش هقول لك البير مينيمم، بس يعني اللي تقدر تقول انها صحيه او منطقيه يعني في الروت ده يعني كبدايه. شكرا. انت اللي انا خدت بالي منه انت وصل على مجال الاي اي، بس انا مش بتاع اي اي. هو حتة صعبة بصراحة، يعني هو فعلا دي مش حتة، يعني ممكن عايزة حد انا AI بتاع سايبر أكتر. سيكيورتي يا صديقي، صح. فاسالني في اي حاجه ليها علاقه بسايبر سيكيورتي اقدر افيدك، بس في الاي اي انا مش ده تخصصي، مش هقدر افيدك. طيب سعيد خالد اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. حضرتك انا كنت عايز بس كان في نقطه اللي حضرتك قلتها اللي هي بتاعت الترندات في المجال. احنا كنا بنتكلم يعني انا لما رحت CDIS الشهر اللي فات للاسف ما عرفتش اشوف حضرتك. انا اول لما مشيت لقيت صاحبي بيتصل انا قابلت ابراهيم حجازي، فالحمد لله. شرف ليا يا صديقي، وان شاء الله نتقابل في اي ايفنت تاني اكيد. ان شاء الله. كان الترند او التكنولوجيز اللي شايفها اكتر او المجال اكتر كان عباره عن الكلاود سولوشن والكلاود امبلمنتيشن في السايبر سكيورتي وكده. فده ترند طالع دلوقتي، وكذا حد رشح لي ان انا يبقى عندي اساسيات في كلاود علشان على الاقل هو هيبقى قدام ده اللي هيبقى البير مينيمم، او يبقى لازم يبقى عندي بريكوزيت. هل في حضرتك شايف في حاجه طالعه دلوقتي في المجال او جديده مش مشهوره قوي لكن ليها مستقبل واعد؟ طيب انا معترض على فكره ان انا اذاكر الحاجه عشان هي ترند، انا معترض على الكلام ده خالص. اه انا ببساطه شايف ان الصح ان انت تذاكر المجال اللي انت شايفه انسب ليك. في ناس عقليتها اكتشاف ثغرات، فده الاوفنسيف بالنسبه له افضل. م- في ناس لا، انا بحب امن الشبكات، او مش بحب، يعني هو ببساطه الراجل بيشوف مثلا فيديو بيشرح المجالات المختلفه بيحس ان المجال الفلاني ده اقرب ليه، بغض النظر هو ترند او لا. طيب مثال على ده تطبيق عملي في مجال اسمه الGRC. الGRC ده هو راجل مش تكنيكال اصلا وما بيحتاجش يذاكر برمجه اساسا، وده مجال مهم جدا في السايبر سكيورتي بالمناسبه.
هو الراجل بتاع دوكيومنتيشن وبيحط سكيورتي بوليسيز تمشي عليها الشركه. الراجل ده زي ما قلت تاني برجع لنفس النقطه، هو مش محتاج يتعلم برمجه بس، والمجال ده من اقدم مجالات السايبر سكيورتي. المجال ده حاليا بسبب ان السعوديه توجهت بشكل كبير قوي للسايبر سكيورتي وقعدوا يفرضوا قوانين زياده لها علاقه بالسايبر سكيورتي، بقى المجال ده هو الترند في السعوديه دلوقتي. فرغم ان هو مجال قديم، فعشان كده انا بقول هو ما تذاكرش الحاجه الترند، ذاكر الحاجه اللي انت بتحبها، ذاكر حاجه انت شايف انت هتبقى اشطر فيها، ما تشغلش بالك ايه الترند وايه مش الترند، هو كله ليه شغل وكله مطلوب طول الوقت. تمام، شكرا لحضرتك. طيب كور 22. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. كده خلاص كده هو كان سامع كام؟ خلاص هو جاي يسلم عليك ويمشي. لا ثانية بس واحد تاني. السلام عليكم. أنا بس كان يعني بشكر باشمهندس جدا على وقته. هسرع كده في الله سؤالي، يعينك. إيه يا باشمهندس السكيلز اللي أحاول أهتم بيها يعني وأطورها لو الواحد ما يعني عايز يسافر بره؟ يعني أكيد ليك حضرتك ليك برضو تجربة، وأكيد عند حضرتك خبرة بما إن حضرتك اشتغلت في شركة فيزا يعني. وكمان لو أنا خرجت بره وأنا الإكسبيرينس عندي مش قوية، هل دي خطوة كويسة ولا ممكن أتوه نفسي؟ وشكرا. انا بشوف ان السكيلز بتاعت تسافر بره دي مش سكيلز تكنيكال خالص. ممكن تبقى تكنيكال شاطر بس انت ما بتعرفش تأدي كويس في الانترفيوهات. ما ده اللي أنا أقصده، إيه فانا الحاجات اللي مش نون تكنيكال؟ هي حاجات ده اللي ده ده بيسموها حاجة سوفت مهمة سكيلز. برضه قوي اللي انت قلتها دي بصراحة. ازاي تعدي دي الانترفيو انا اهم على فكرة من ان انت تبقى جامد في الشغل. ايوه، احنا كان معانا لما كنت بعمل الانترفيو بتاع ديلويت، انا هقول الحته دي كوميديه والله وهعيدها تاني. كنت لسه قايلها في اللقاء بتاع راديو 90 ده. كان في صحابي لما كان في واحد صاحبنا كان شغال في ديلويت وكان بيعمل ريكومنديشن لاصحابه، دي نفس النقطه اللي انت قلتها رزق، صاحب ناس كتيره شغاله في المجال. امم فكان صاحبنا ده بيعمل ريكومنديشنز كتيره للناس صحابه على في ديلويت هولندا كتير بقى، وشاطرين جدا واشطر مني كمان. وكانوا بيعدوا من كل حاجه تكنيكال، ويجي في اخر انترفيو بتاعت الدايركتور اللي هو الراجل اللي هو بيسالك بس اللي هو ايه، عايز يشوف انت بتفت مع الكالتشر بتاعت التيم ولا لا. كانوا بيسقطوا فيها، ما كنتش فاهم ليه. دخلت المكالمه دي مع الراجل، خلاص عدت الحاجات التكنيكال، وصلت بقى للراجل ده. فالراجل بيدردش معايا بيقول لي بقول لك ايه، قلت له ايه، قال لي يعني في ديلويت في 168 دوله في العالم، قلت له اه. قال لي كلهم ديلويت كبار وعندهم سايبر سكيورتي تيم، قلت له اه. قال لي ليه عايز تيجي ديلويت هولندا؟ يعني اشمعنى ديلويت هولندا؟ طلع السؤال ده هو اللي كان بيسقط العيال. طبعا كنت تسمع اجابات خزعبليه لما كنت بسال صحابي، قال لي يلا اصل هولندا الحشيش فيها قانوني. حاجات كده بس كانت مسخره يعني. وفي ناس تانية تقعد تقول له اصل هي دوله اوروبيه، فيقول له طب ما في دول تانية اوروبيه وفيها ديلويت، يقول له لا اصل انا مش شايف بس ان دي هولندا عشان عندي فيها صحابي، حاجات في اجابات. انا جاوبته اجابه والله هي جت في دماغي، عشان انا يعني كان دي في الفكره في دماغي فعلا اللي هو ايه. قلت له انا في فيلم مصري اسمه همام في امستردام، الفيلم ده بيحكي عن شخص ناجح جدا ورغم ان هو ايه بدا من الصفر. فانا شفت ان فكره انت تبني نجاح من الصفر خلال الفيلم كتجربه من خلال الفيلم. ايه ده؟ ما في تمام حد بيقطع اتفضل. معاك. انا هحط مين طلع ماشي معاك، كمل يا باشمهندس ابراهيم. فانا قلت له يعني معلش. ان فكره الفيلم بتاعت همام في امستردام بتثير لدي الشغف ان انا اشتغل في هولندا، سواء من تجربه اللي شفتها في الفيلم من شخص مثلا لسه بيبدا حياته، لشخص بقى شخصيه ناجحه ومش عارف ايه ليه طريقه تعامل الناس في هولندا مع الشخصيه دي في الفيلم وبتاع، وجمال البلد وكان عجبته الاجابه دي جدا جدا. قال لي طب الفيلم ده انا ما اعرفش عنه حاجه، ما سمعتش عنه، محدش قال لي عنه قبل كده، بيتكلموا فيه هولندي. قلت له في كلمات هولندي، والكلمه الوحيده اللي كنت عارفها وقتها رستخ. لما كان بيقول له رستخ يا زكي يا رستخ. الكلمة الوحيدة اللي كنت عارفها برضه أول ما جيت هولندا. بالظبط. فقال لي رستخ دي معناها اهدى، وفعلا يو هاف تو بي اولويز رستخ ويلكم تو ذا تيم. خلاص انتهى الموضوع. طب هل ده معناه إن أنت محتاج تجاوب الإجابات اللي هو عايز يسمعها، مش اللي أنت يعني لازم تبقى تجاوب إجابات منطقية ويكون اللي قدامك عايز يسمعها، لأن هو في الآخر اللي بإيده القرار، ولا إيه؟ صح. هو الفكره كلها استخدام الكلمات. يعني انا ممكن اقول لك انت النهارده كنت غبي جدا، او ممكن اقول لك انت النهارده ما كنتش مركز كويس، او ممكن اقول لك انت النهارده ما كنتش افضل حاجه، يعني انت كنت اشطر من كده قبل كده، او ممكن اقول لك بص حاجه كده امبارح كان أنت كنت كورس أحسن، يعني كده أنا اديتك مجاملة مثلا. برضه. بالظبط. هي فكره اللي هو كان في كورس كنت خدته كده اسمه هاو تو جيف فيدباك، ازاي تدي فيدباك للناس. هل تخش فيه شمال؟ في ناس بتحب انت تخش فيها ايه، هات بيقول لك ايه من الاخر، ادالي في وشي، هات من الاخر. في ناس كده. مم. في ناس تانية تحب تجمل لها الموضوع، وفي ناس تانية بيعملوا تكنيك اسمه الساندوتش تكنيك. انا هديك شويه مجاملات في الاول، اقول لك انت بص انت طول من ساعه ما بدات معانا انت شاطر ومركز ومش عارف ايه وكويس ايه، وبعد كده اديك الشيت في النص اللي هو بس انت اخر شهر ده انت زي الخرا معانا، وبص ما بتعملش شغل بنكله ومش عارف ايه. باجي في وقف الاخر اقول الحلو لك في ايه، الآخر. ايوه اقفل بالحلو في الاخر. أول فهي ما تلاقي حد بيشكر فيك في الأول هيعرف إن هو يشتمك على طول. اقلق بقى. اقلق على طول. فهي ببساطه الكورسات بتاعت البيرسونال سكيلز دي، انت لو فتحت اليوتيوب كتبت كورسات بيرسونال سكيلز فعلا يعني هتلاقي مليون كورس. ذاكر منها اي حاجه، والله ذاكر منها اي حاجه هتلاقي نفسك بقيت كويس. بس اهم حاجه انت اللي بتذاكره ده تطبقه عملي مع الناس اللي حواليك، مش شرط في الشغل بس،
طبقه عملي مع الناس اللي حواليك، حرفيا في خلال شهرين 3 هتكون قفلت القصه دي خلاص بس. انا موافق جدا جدا، واعتقد ان فرق معايا ان انا قريت كتب كتير سيلف ديفلوبمنت، فرقت في شخصيتي كتير. وزي ما انت بتقول صح ممكن تقرا جمله في كتاب تطبقها يبقى احسن من ان انت تقرا 100 كتاب. طبق صحيح. طبق اللي انت بتعلمه. طب مصلحي عايز اسالك سؤال، اتفضل يا شكرا جدا مصلحي. يا باشمهندس. الله يكرمك اتفضل. السلام عليكم. اتفضل. بعديه ممكن ناخد جرجس، لان جرجس بيسال بقاله كتير في الشات واحنا ما ماشي فهناخد جواب ماشي بعدين. استنى. ماشي. لا لا اتفضل اتفضل يا اتفضل. مصلحي، اتفضل. خلاص تمام. السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام. السلام. باشمهندس، انا طالب كليه هندسه ودخلت قسم الكمبيوتر علشان عايز اشتغل في سكيورتي، بس انا شايف ان في اقبال كبير قوي قوي من كل العالم على التخصص ده. فهل حضرتك يعني، فانا دلوقتي فكرت ان انا احول من التخصص واخش قسم الكترونكس بحيث اشتغل في الاي سي ديزاين على اساس ان في فلوس وفرص قليله. فهل ده قرار هيكون صح ولا حضرتك ايه رايك يعني؟ طيب تمام يا مصلحي، سؤالك وصل. اتفضل. بص، هو نفس الفكره اللي انا بقولها دايما. احنا في عندنا في مصر مليون محل كشري، ولو في محل كشري فتح النهارده هيكسب عادي وهيشتغل زي الفل. هي مش الفكره، مش في كده. هي الفكره انت بتحب اللي انت بتعمله فهتعمله كويس، ولا انت داخله عشان هو ترند فانا هعرف الايه استغل الترند بس. تاني وتالت وعاشر ما تشتغلش في حاجه لان هي ترند فقط. انت دخلت مجال او حبيت تشفت المجال معين عشان شايفه مجال كويس، خلاص كمل فيه، ما تشغلش نفسك بحاجه تانيه. ما انا دلوقتي بتاع سايبر سيكيورتي، ليه انا كابراهيم ما قلتش انا ممكن احول اي عشان الاي ترند؟ عشان مش مجالي، مش حابه اصلا، عادي هشتغل في مجالي وهبقى ناجح فيه عادي جدا. ليه لحد دلوقتي في سيستم ادمنستريتورز ناجحين رغم ان في مليار سيستم ادمنستريتور؟ نفس القصه، عشان ببساطه المجالات دي طول الوقت مطلوبه، المجالات دي طول ما انت كويس فيها هتشتغل فيها. وزي ما احمد الفي كان بيحب يقول لك والله انت لو بتاع كفته شاطر هتشتغل وهتلاقي شغل. ملهاش علاقه انه في كذا، في فلوس اكتر. كل مجالات التكنولوجيا فيها فلوس حلوه، كلها بلا استثناء حرفيا، وكلها ليها وظائف في مصر وبره مصر. فالحته دي ما تدخلهاش في حساباتك خالص بس. طيب بص انا هاخد طب بالترتيب، فاضل 3 كده يا هاخدهم باشمهندس. معلش. جاسر وشهد وجرجس واقفل، معلش انا بعتذر لكم. جاسر اتفضل اسأل سؤالك السلام بسرعة. عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. باشمهندس، بس عشان أنا داخل متأخر، أنا كنت محتاج أعرف شركة الدارك انتري هي بتقدم فعلا كورس السايبر سيكيورتي؟ احنا بنقدم تمام كورسات سايبر سيكيورتي للشركات فقط مش للافراد، عشان انا بتسال السؤال ده كتير. احنا بنقدم للشركات مش للافراد. طيب تمام. أنا لو حابب أبدأ في عندنا المجال مينيمم يعني، ريكويرمنتس اتفضل. أنا لو حابب أبدأ في المجال، هل في فعلا شركات في مصر هنا بتقدم المجال بطريقة أفضل وطريقة كويسة يعني ترشحها لي يعني؟ مش فاهم السؤال اصلا. يعني أحسن مثلا شركة بتقدم كورس السكيورتي في مصر، أفضل اعتقد شركة مثلا بص، سؤال بتقدم صعب يا مفيش جاسر شركه في بصراحة. مصر، ماشي، اه مفيش شركه في مصر بتدي سكيورتي من الاول، من الف ب. وده نفس النقطه اللي عشانها بقول احنا بندي كورسات للشركات فقط. ليه؟ عشان انا عايزك اوريدي عندك كل البيزكس اللي انت شغال بيها بالفعل، انا بقى مجرد هضيف لك الحاجه بتاعت النولج بتاعت الشغل، لكن مش هاخدك من الاول اعلمك. مفيش شركه في مصر بتعمل ده، واي حد بيعمل ده في مصر نصاب. والله انا شفت كتير شركات تقول لك انا هعلمك من الالف للياء ومش محتاج نولج، كل دول نصابين والله. فيا صديقي انت محتاج تذاكر مع نفسك الاول، حتى لو هتبدا بالبرمجه فقط زي ما قلت، بعد كده تاخد اي كورس هيبقى الموضوع سهل بالنسبه لك. تمام. شهد اتفضلي. وبعد كده شكرا. جرجس، ومعلش انا بعتذر لكل الناس بس احنا فعلا محكومين بالوقت وكده اصلا والشاب اللي انا اخرنا جاوبته من باشمهندس. شويه ده نفس اللينك، لو بصيت عليه اللي انا بعته في الشات هتلاقي ما شرح لك الموضوع بالتفصيل، ايه اللي انت محتاجه في الاول كاساسات او كبدايه. وابراهيم هيبعت لي كل ماشي، الحاجات دي على شكرا. الواتساب لو ينفع، هنزلها على طبعا طبعا. الديسكريبشن. مهندس أحمد، بس هو في سؤال نفس السؤال هيتعاد بس تاني، هو بس لو طب ثانية يعني بس شهد أنا تقول بس مسافر. معلش سؤالها. ما قصدي بس يعني هو حاجة بسيطة جدا، بس ممكن بعد ما يخلصوا أسئلتهم يعني. ماشي، حاجة بسيطة جدا يعني. طب بس معلش شهد اتفضلي. بعد ما يخلصوا ماشي. باشمهندس معلش انا كان عندي ثانية سؤال بس يا بس. جماعة، ثانية بس معلش، أنا ماشي بالترتيب عشان بس نبقى ماشيين بالترتيب. شهد عايز أسألي سؤال. شهد تامر. طب أنا معلش هسكيب لو شهد. شهد مش عايز جرجس تسال ممكن ناخد حد مكانها. أو جرجس اتفضل. ازيكم عاملين؟ ازيك يا الحمد باشمهندس؟ لله. الحمد لله. وانا كنت سمعت حضرتك لما كنت في 2020 في الجيش عن السكيورتي انا وغيرت كنت بشيش كاريري. ايه. كنت انا وفي 2021 سمعت تمام. كان في فيديو على اليوتيوب عليك عن السكيورتي. كنت ببتدي اعرف عن السكيورتي، دخلت في موضوع النتورك عامه. انا كنت فرونت اند سبته، بعد كده خلصت الان اي لوحدي وعملت اللابات كلها. بعد كده دخلت مع الان تي اي ادفانس سايبر سكيورتي، وشغال على قد ما اقدر ان انا خدت موضوع السوك اناليسيس. بس حاسس ان في مشكله في السوق هنا في مصر ان انت تلاقي فرصه. يعني خلصت الكورس الاي سي اي ار وشغال على اللابات بتاعت سايبر ديفندر، وكل فتره بعمل اديت للسي في
وببعت واكتيفيتد جدا طيب على بص يا لينكد صديقي، ان، بس سؤالك وصل، انا فهمت سؤالك. انا فهمت سؤالك. انا باكد لك تاني وتالت وعاشر، والله العظيم الى الان الناس بتبعت لي تقول لي ما عندكش حد في مجال كذا في السكيورتي، مش بتكلم في مجالات بره. فيا صديقي ما فيش مشكله في مصر خالص. الناس هي بتشتكي طول الوقت وهي مش عندها حتى الاساسيات. انا مش بتكلم عليك والله، اعوذ بالله ان اكون انا جاهل، ما اقصدش حاجه، انا عشان ما تفهمنيش غلط. انا بتكلم في ناس كتيره بتشتكي من نفس الحاجه، والناس دي لما تيجي تسال مثلا فلان اللي هو عمل معايا انترفيو، يقول لك يا باشا هو ما عندوش الاساسيات حتى. فهي الفكره كلها ان انا اللي انا محتاج اعمله ان انا ابطل اشتكي من ان المجال في مصر ملوش وظايف. هو ليه وظايف وكتير وطول الوقت مطلوبه، وبيطلب مني طول الوقت اعمل ريكومنديشنز للناس. بس الفكره كلها ان الناس مجرد ما قرت كلمتين بيعتقد ان هو كده بقى جاهز للسوق. ده مش صح. طب انا امتى طب اعرف ان انا جاهز للسوق؟ ببساطه بشوف ايه الوظيفه اللي انا محتاج اقدم فيها، وبشوف بتلاقي الاتش ار كده او حتى بتاع الهايرنج مانجر بيبقى كاتب ايه المطلوب في الوظيفه دي. اقرا الديسكربشن، شوف انت قادر تبقى انت عندك النولج بتاعت الحاجات دي، تمام قدم. ما عندكش النولج بتاعت الحاجات دي يبقى انت لسه محتاج تذاكر بس. باشمهندس ابراهيم، اشكرك شكرا جزيلا. مش يعني انا عارف ان انت عندك شغل وعندك حاجات كتير محتاج ترجع تشوفها، فاشكرك يعني على الساعه وربع اللي انت اديتها لنا النهارده. اعتقد ان هي كانت مفيده جدا جدا جدا. والفيديو ده هيترفع عامه على القناه يعني بعد اذنك على قناه كلاود كود. طبعا شرفنا صديقي اكيد. واتمنى لك يعني كل توفيق وشكرا جدا، واستناك لو جيت امستردام في اي وقت اشوفك يعني ان شاء الله. طبعا شرفنا اكيد صديقي ان شاء الله.